السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الجمال ومساء التفاؤل الإيجابية والنشاط والحيوية. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم ومحتوى جديد، هتسمعوا كلام يعني بسم الله وما شاء الله، يعني كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني كده بإلهامات والله بعد ما صليت العصر. مساء الفل يا حبيب قلبي، وكل لحظة وانت طيب يا حبيبي واتمنى الله سبحانه تكونوا بخير وصحة جيدة. امتى شوارع مصر تبقى كده؟ مش مهم الشوارع، المهم احنا. مش كده الشوارع فاضية ولا مش فاضية، عليكم السلام ورحمة الله. المهم احنا نكون مبسوطين وسعداء، يعني الشوارع مش هتخلينا سعداء. وعيد مبارك عليكم على الأسرة حبيب قلبي، عيد مبارك عليكم إن شاء الله. وكل يوم أنا أعياد يا جماعة، كل يوم عيد بدام الواحد اتولد. يعني أنا بقوم من النوم الصبح أكني اتولدت، فعيد مبارك عليك إن شاء الله وعليكم جميعا، وعليك عبد الرحمن وصيتك كريمة. ونشوفك إن شاء الله السنة الجاية في فبراير في الرياض إن شاء الله. نشوفك في الرياض إن عشنا. فأنا عاوز كده يا جماعة تخش معاكم ساعة ولا ساعة ونص، يعني ساعة ونص كده إن شاء الله. يا مساء الفل عليك يا فيفي، ومساء الجمال عليكم. هذه الأيام ما في لايف، ما احنا بنعمل لايف، أنا بعمل الصبح وأنا رايح الشغل. والنهارده والله صليت العصر كده وقعدت مع نفسي شوية، والواحد قاعد يقرا قرآن، في حاجة جوايا قالت لي اخرج. إن شاء الله هتخف إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله هتخف، ربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله. شوف انت بس اهتم باكلك. على فكره يا جماعه الاكل، المطبخ مهم جدا، يعني انا بقول المطبخ ده مهم جدا. والاكل الانسان بياكله له دور كبير. فالحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى. فانت لما بتصلي بخشوع انت بتكلم ربنا، ولما تقرا قرآن ربنا بيكلمك. فانت لما تكون مع ربنا، الموضوع بتاع النهارده كل الامراض لغة الروح. ركزوا في كلامي، كل الامراض لغة الروح. فانت روح مش جسد. فانت لو روحك نظيفة لا تمرض. وتلاقي اول انسان في العالم يقول الكلام ده، مش هتسمعوه من دكاترة ولا علماء، وانا بقول كلام وهفضل اقوله مليون مرة: الانسان الطبيعي لا يمرض ولا يدخل مستشفى. اخ حاتم، عندنا زيادة في الوزن ونفس الاكل كل يوم والشهر والسنة. طب نتغير، لازم يتغير، لازم نغير نمط حياتنا. سبب امراضنا الاكل والافكار السلبية والنوم متاخر. الطبيعي الانسان لا يمرض، ما لازم اغير حياتي. ما هو شوفوا يا جماعه، انا غيرت حياتي في الاكل. يعني حتى وانا باكل ما بتكلمش، بحترم الاكل ليه احترامه، ماشي، وباكل بالراحه والمضغ بالراحه. لما اقول لك صليت العصر فين، تقول لي في الحسين. حبيبي انا في حاجات برد عليها، ما بقول لك فن الرد عدم الرد يعني. فصليت فين ما صليتش فين، ما يعني واحد بيقول لي انت بتصلي في مسجد ايه، بقول له انا رايح بيت ربنا وبكلم ربنا، ما يهمش المسجد ايه يعني. فيا ريت تستوعبوا الكلام. ياسين عايز يجيب شيبسي ايس كريم، انصح؟ لا طبعا. شوفوا يا جماعه، الشيبسي والايس كريم والشوكولاته الاولاد بيبقى عندهم سكر، يجي لهم سكر بدري. الحاجات دي بتدمر. وانا بستغرب على الاعلانات في التلفزيون في الدول العربيه، وبعدين يبنوا مستشفيات، يعني يروح يقول لك نبني مستشفيات. كوتش نعم يا وسام عامل ايه؟ فانا اهو، ما انا قايم من الساعه 3 الفجر، 3 الفجر، وهوريكم بعد ما اخلص الفيديو انا ماشي النهارده قد ايه. هتستغربوا انا ماشي النهارده قد ايه. ايه فوائد زيت الخروع؟ مفيد جدا، مفيد جدا 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 جدا. استعملوه يا جماعه والله العظيم. انا لما ركبي بتوجعني او مثلا في حاجه، والله حتى في رجليا من تحت، بعمل بزيت الخروع تاني يوم. يعني مثلا ساعات مراتي بتعمل لي مساج في رجلي، وتروح حاطه زيت الخروع في رجليا من تحت كده، والبس شراب.
تاني يوم الصبح والله العظيم اقسم بالله بحس براحه. زيت الخروع مفيد جدا يا جماعه. حطه على السره بتاعتك، حطه على جسمك، على اي حته بتوجعك، ادهن. مفيد جدا. انا بكلمكم بتجربتي الشخصيه والله. جاي من تونس جاي من تونس مخصوص والله. يعني انا بجيب الزيت الزيتون من تونس، والعدس بتاع البسيسه، بسيسه العدس من تونس، وزيت الخروع بجيبه من تونس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فانا بقول دلوقتي كبس يا باشا. شوف ركزوا على كلامي. انت بني ادم مش محتاج دكتور ولا محتاج دواء. حتى التعليم عندنا في الدول العربيه، مع احترامي لوزاره التربيه والتعليم في الدول العربيه، خاطئ جدا. ما فيش لغه الروح في تعليم. يعني تابع. يا مساء الفل، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا لؤلؤ. التعليم تابع، انا تابع. فما فيش تعلم ذاتي. مهاره التعلم الذاتي مهمه جدا. في فرق بين التعليم والتعلم. فالتعليم بالعقل، التعلم الروح. ما بعلمناش الطلبه في المدارس ازاي تتحمل مسؤوليه نفسك وتحب نفسك وتقدرها، وعلاقتك بنفسك تبقى كويسه. تمام. عشان كده الناس بتتعلم وسنين من العمر بتروح وفي الاخر ما تعلمش حاجه للاسف الشديد. وشوفوا معاهم شهادات ومعاهم حاجات وما بيعرفوش، يعني ما يعرفش حتى يتحمل مسؤوليه نفسه. استاذ حاتم هو نسر التيك توك؟ مش فاهم. هو نسر التيك توك اخصوه يا سيدي والله. شوف الانسان لما يطلع يفيد الناس دي صدقه. يعني ايه؟ يعني انت ما بتعمل شيء تفيد الناس بيه، دي اكنها صدقه جاريه، ارث. الواحد لو مات يبقى سايب حاجه حلوه، مش طالع عشان فلوس وتكسب فلوس بالتيك توك وتعمل ايه بالتيك توك ومش عارف ايه. الله المستعان يعني. حبيبي حبيبي فيجيتس دي حبيبي النقل كلابه دي. تعليم خاطئ وبرجوع علونا طبعا. بكره ان شاء الله بنصوم. ايه نصيحتك؟ انا صايم يا جماعه، وبكره نصيحتنا الواحد. يعني للاسف انا عندي شغل بكره. لو مش عندي شغل هقعد في البيت. صلي وادعي يا باشا. ادعي يا جماعه، ادعي. انت ما بتصلي تمام في بيت ربنا. يعني انا هقولها تاني. كان واحد بيقول لي حاتم انت بتصلي في مسجد ايه؟ انا بقول له بصلي في بيت ربنا وراح اكلم ربنا، ما يهمنيش المسجد ايه. فانت لما تصلي بتكلم ربنا. ادعي حتى لو مش لازم حافظ ادعيه ومش خليك بفطرتك يا باشا. قول بس يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب انا فوضت امري ليك يا رب. وعندك اي مشكله ادعي. اوعى تروح تشكي لحد، اوعى تشكي لاي حد. حبيبي ماشي. اوعى تشتكي لحد. بالنسبه لي اكثر شخص اثرت بيه هو الاستاذ. الحمد لله يا عم الحاج، وكله بفضل الله والله. صدقوني انا بقولها كلام اهون. وللدكاتره المحترمين اللي بيطلعوا على التيك توك والتلفزيون، معظمهم تجاره وبزنس، مع احترامي ليهم، انت يا باشا مش محتاج تجميل. انا سمعت دكتور في المانيا والله بيقول كده. يا جماعه ما تجوليش العياده، انت مش محتاج تجي العياده. الدكتور والله نفسه بيقول ما تجيليش، انت دكتور نفسك. وقال حتى كل ملكات جمال العالم اللي بيطلعوا على التلفزيون في امريكا وفي المانيا من الاكل ولا عمليات تجميل ولا مش عارف ايه. وعندي صعود درج. يعني ايه عنده صعود درج؟ مش فاهم. ف كلهم الاكل. من يتقي الله مرة يرزقه. نعم. فركزوا في الكلام اللي انا بقوله، ركزوا عليه ودعموا القناه. مش عشان انا والله يا جماعه، عشان في ناس مش مستوعبه الكلام. يعني ناس عايشه ومش عايشه. ناس يعني يا جماعه انا سامع فيديو من كام يوم والله فوجئت. الله يرحمه الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وهو في المستشفى ماسك الميكروفون بيقول يا جماعه انا كنت فاكر السجاير وفاكر صحتي، ما عنديش رئه. العيد امتى في المانيا؟ يوم الجمعه. هيكون امتى يعني؟ ان شاء الله يوم الجمعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتوفى الله بالسجاير. وناس يعني ناس مشاهير بتطلع في التلفزيون ومبدعين، ولكن مش مبدعين مع نفسهم. يا جماعه اعرفوا الناس اللي تسعدكم حتى لو اقرب ناس ليكم. انا بقول لكم بتجربه. انا حاتم خدت قرارات غيرت حياتي. انسان جديد، نسخه جديده. اي انسان اعرفه احس اللي هو انسان محترم بدل ما انا معاه محترم وبقدره. اما اعرف ناس يستغلني ويعمل لي ويتعبني، ما ينفعش يا جماعه.
نفس اليوم هل بيضحوا في ألمانيا؟ نعم نعم بيضحوا، وكل حاجة زي مصر يعني، كل حاجة زي في أي دولة عربية. وأنا واخد أجازة يوم الجمعة يعني كل سنة في رمضان أو العيد الصغير أو العيد الكبير باخد أجازة يعني الحمد لله. يعني أنت بتعمل أجواء يا باشا، مفيش حاجة اسمها ألمانيا ولا مصر. أنت لو عايز تعمل عيد بتعمله جواك. وصحيح المساجد واللمة في فرق طبعا، ولكن الإنسان ما بيكيف نفسه ويأقلم نفسه بيستمتع يعني الحمد لله. فسبحان الله على كل نفس في كل يوم تطلع فيها، فهمنا النفس صدقة. فالمهم الإنسان يتصدق حتى لو بكلمة حلوة. فأنا لما أصلي يا جماعة أكلم ربنا، ولما أقرأ القرآن ربنا يكلمني. ذبح الخروف في البيت ولا لا؟ مفيش بالبيت ولا في البيت ولا في الجنينة، مفيش الكلام ده هنا. ده أنت فكرتني بواحد كان مصري زمان أول ما جيت ألمانيا، خد الخروف كده وماشي بيه في الشارع، الناس تقعد تتفرج عليه، فراح يركب الباص. سواق الباص قال له ما تركبش. هو كان لسه جديد في الألماني، يقول له ايه؟ قال له ناين. فالراجل يقول له فاروم هاو 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 يا وما ناين. فيقول له اشمعنى يعني الكلب؟ بس طريقته في الألماني كانت عسل يعني زي طريقتي كده. فيقول له اشمعنى يعني الخروف لا والكلب نعم يعني. فممنوع في ألمانيا الكلام ده. انت في أتراك تروح عندهم يذبحوا، تاخد عربيتك وتاخده من هناك يعني بعد صلاة الفجر في يوم العيد، بتروح له بتبقى انت حاجزه وتروح له وتاخده من هناك. والله المستعان وربنا يتقبل ان شاء الله. اخ حاتم، كيف تصلي بالروح وكيف تعرف رسالة الروح؟ خشوع. انت بتصلي كده عقلك مش موجود، قلبك هو اللي موجود. فانت بتحس كده. اقسم بالله يا جماعه والله بعد ما بصلي والله انا ماشي بقلبي بالحدس، يعني الناس دي وحشه، الكلام ده مش عارف ايه، انا مش مرتاح لفلان ده. اي والله العظيم حاجه سبحان الله، حاجات بتحصل لي غريبه، وبحس براحه وحاسس بسعاده. عشان كده لا تمرض لانك روح، انت لا تمرض لانك روح معايا، انت مش جسد. فكله ماشي ورا العقل، فالعقل ده المنطق ومش عارف ده. عشان كده الناس تعبانه، كل اللي ماشي بعقله تعبان. هتقول انسان ماشي بالعقل اللي قاعد يحلل، لان العقليه في عقليه تحليليه، في عقليه ثابته، وفي عقليه الوعي ماشي، وعقليه النمو، وفي عقليه الانفعاليه. ففي عقليات كتير. اما الانسان اللي ماشي بقلبه لا يمرض. ده رايي يعني، انا ماشي بكده. عشان كده انا قلت لا امرض يعني، ما حدش قال الكلام ده في العالم كله يعني. فلغه يعني لغه الروح مهمه جدا. الروح خفيفه بس الجسد يا باشا. انت روح مش جسد، انت روح جوه جسد، مش جسد جوه روح. فالناس معظمها كلها شوف جسمي، شوف شكلي، شوف لبسي، شوف عربيتي، ده كله زايل ومؤقت. فانت روح. فعشان كده اللي ماشيين ورا الفلوس والماديات تعبانين تعبانين. فحتى ربنا بيقول لك يزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه، في تزكيه معايا مش عقل. فعشان كده العلم انت تابع يعني، بتعلم بتلقن. انا دكتور كويس جدا ومعايا 50,000 شهاده، كويس جدا وما شاء الله عليك يا باشا. بس انت لا سمح الله يعني ولا حول، ما بتطبقش يا باشا على نفسك. اما مهاره التعلم الذاتي بالروح، يبقى انت دكتور، انت حافظ، بتترجم. احنا لازم يقول لك ايه اصلا. هديكم مثال، انت ممكن تشوف واحد بيغني مش دارس تربيه موسيقيه ولا بيعرف، بس صوته بسم الله ما شاء الله رباني، وصوته بسم الله مش درس. وتلاقي في واحد دارس تمام وصوته بس يقول لك بقى عارف الكلام ايه وعارف ايه الحرف ايه وعارف ماشي. يقول لك لا لازم يكون دارس. وممكن التاني احسن منه لاعب كوره ماشي، ممكن تلاقي موهبه زي مثلا ميسي، ولا هو درس
حاجه من عند ربنا، روحه يا باشا. فالناس دي حاجه جواها ربانيه. وفي ناس دارسه ولا بطيخ يا باشا، يقول لك لازم دارس. فالواعي مش محتاج شهادات ولا محتاج دكتوراه ولا محتاج حاجه. فعشان كده التعليم انت تابع يا باشا. اما التعلم الذات دي حاجه تانية. طبعا الناس هتتصدم من كلامي كتير يعني. فانا قلت انا لسه دارس ولا دوره تدريبيه ولا كذا، بس واعي، قلب وروح انسان. فالتعلم يا باشا ده العقل. تقعد تذاكر تلاقي ناس شاطره في المدرسه ومش عارف ايه، وشاطر مش عارف ايه، ولكن مش شاطر مع نفسه. وهتلاقي كل العلماء يعني توماس اديسون ما اتعلمش وعالم. في فرق يا باشا، في فرق، لان في ناس جواها كده ما شاء الله عليها. فاحنا عندنا في الدول العربيه لازم معاك شهاده، ولازم، وطبعا كويس مش وحش معايا، بس في الاخر تعلم ايه؟ ولا حاجه. فكان زمان في افلام يقول لك ايه العلم في الراس ومش في الكراس. كان فيلم يقول لك ايه العلم في الراس مش في الكراس. فانا بقول العلم في القلب، الروح. فانت روح. الحمد لله. لا انا مدرسه الحياه، صح انا قاري، بس في مدرسه الحياه. يعني مدرسه الحياه دي بتتعلم، يعني اتخبطت هنا واتخبطت هنا وألم هنا وجرح هنا فبتتعلم، فيوصل عندك مناعه نفسيه بقى، خدت خبره في الحياه. فهو ده التعلم الذاتي. يعني تعلم ذاتي، انت اتعلمت بينك وبين نفسك، ما قريتش، اتعلمت في مدرسه الحياه. فعشان كده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اعرف اتكلم مع اي حد، واعرف اتحاور مع اي حد، وما اتخلق اللي يزعلني ولا يستفزني ولا ينرفزني، لاني انا المتحكم في عقلي. اذا اتحكمت في عقلك خلاص يا باشا، واذا سيطرت على عقلك سيطرت على العالم كله. فالانسان حتى يعني لما يكون قلبه نظيف، انتوا يعني اللي بيقرا او بيسمع، كان الرسول عليه السلام يقول لبلال، سيدنا بلال، ارحنا بها يا بلال. الصلاه ارحنا بها يا بلال، مش ارحنا منها، ارحنا بها. استوعبوا الكلام، عشان عايزين فلوس، عايزين فلوس، عاوزين شغل، عاوزين، وعشان كده عندنا كرش وعندنا مرض وعندنا حاجات، لان ناسين نفسنا. فالانسان اللي مركز على نفسه، عليكم السلام ورحمه الله، ربنا غلط. وطبعا اتعلمنا غلط وتربينا غلط، وكله شايلينه جوانا. تلاقي انت ممكن تتجوز واحده او تتجوز واحد هو شايل بلاوه من صغره، وممكن تلاقي انسان كويس بس في عقد كتير تعقدك بقى، شايل حاجات، شايل شنط جواه، برامج سلبيه وعقد من الاب والام والمجتمع والتلفزيون والتمثيليات والافلام. فعشان كده تلاقيهم متدمرين من جوه. فالمفروض الانسان يبقى جوه نظيف، فرغ ما في داخلك يا باشا. فالانسان اللي بينظف من جوه ده هتلاقيه سعيد ومرتاح وفي روقان وفي طمأنينة وسكينة، لان جوه نظيف. فاهم حاجه جوه. عشان كده بقول الروح، يعني كل الامراض لغه الروح. روحك نظيفه، قلبك هيكون نظيف، جوه جسمك نظيف. وصلت؟ يا ريت تستوعبوها. عشان كده ولا محتاجين مستشفيات ولا ادويه ولا دكاتره الا للضروره، ما نقدرش نستغنى عنهم. الدكتور يقول لك انا طالع ودارس ومعايا مش عارف ايه ومعايا مش عارف ايه، تلاقي عنده ضغط وعنده سكر، مع احترامي ليهم يعني جميعا. فالمفروض الدكتور يبقى طالع مطبق وعارف اللي هو بيقوله ده، مطبقه على نفسه، فهيبقى طبعا ما شاء الله علم مع تعلم، استاذ ورئيس قسم. ده يا ريت توصل يعني. فالروح تطمن الانسان، والعقل بيتعب الانسان، اما الروح بتطمن الانسان. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهناك فرق بين التعليم ومهاره التعلم الذاتي، فرق جامد. فاحنا ليس الحاجه للمدارس ولا الجامعات، وده رايي. الحاجات دي المفروض تتلغي. طبعا تضحكوا، طبعا هتقول لك الراجل ده بيقول ايه الراجل؟ طبعا يعني لو سالت حد قول له انت دخلت مدرسه اتعلمت ايه والجامعه اتعلمت ايه؟ اتعلمت تحل مشاكلك؟ اتعلمت ان انت جوه روحك كده تبقى نظيفه؟ اتعلمت تتحمل مسؤوليه نفسك؟ قولوا لي بس.
روحك يا باشا، بروحك بتصل لكل شيء. انت نسيج لوحدك، انت نسيج، انت مش شبه حد، انت نسيج لوحدك كده. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا مختلفين. سبحان الله، ليك بصمه، ليك بصمه، ده يختلف عن ده في كل حاجه. فمفيش حد بيقعد مع نفسه ويسال نفسه انا عايش ليه وعاوز ايه. سبحان الله. ده حتى الاكل بيغير حياتك، الاكل يغير حياتك. انت تعرف الاكل ممكن يغير حياتك؟ اه والله العظيم. انا لما نظمت نفسي في الاكل حياتي اتغيرت. سبحان الله. ففي ناس يعني بقعد معاه اقسم بالله بحس ان انا عايش في عالم تاني يعني. العلم عباره عن كتب، الحياه مهارات، والمهارات اهم من طبعا. ما هو حتى الناس بتمتحن ممكن بتغش وخدت الشهاده وبعدين بقى طبعا كلامها هيصدم بعض الناس. يا جماعه العلم كويس والشهادات كويسه، انا مش ضد عشان ما حدش يفهمني غلط، بس للاسف في ناس بتروح واقفه. حتى في الطب مش بقف في تحديث وفي تطوير، والعلم لازم يكون على طول في تعلم ذاتي. فالمهم انت تتعلم، تفضل تتعلم وتدرب. مش انا خدت بقى دكتوراه وقعدت بقى وخلاص، لا يا باشا، انت لازم تختلط وتعرف وتطور من نفسك وتقرا 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 لغايه لما اخر يوم في عمرك. مش كده ولا ايه؟ صح؟ لا احد يفهمنا. اه طبعا. فالاسلام بيحول الصبر الى الرضا، والامر يحتاج لتلطف نفسي والقدره على الانجاز. معايا؟ فانت يا بني ادم انت انسان روح جوه جسد، مش جسد جوه روح. الخمول اللي بيجي بعد الاكل ده معناه ايه لو سمحت؟ الخمول يبقى انا باكل اكل غير صحي، ده اول شيء. تاني شيء بتكلم وانا باكل. تالت شيء المضغ مش كويس. انا باكل ببقى في قمه السعاده، ليه؟ ما بتكلمش مع الاكل، بحترم الاكل. وفي حاجه مهمه كمان، مهمه جدا جدا، انا عندي ساعه بيولوجيه. يعني عندي مثلا انا صايم، عشان صايم باكل في المغرب، اما في الايام العاديه الساعه 12 مش 12 ودقيقه كمان، والساعه 6 باكل، الساعه كذا بنام. في ساعه بيولوجيه يا باشا، فمعدتك بتعودها. والمضغ يكون بالراحه، وما تكلمش مع الاكل، وما تشربش ميه مع الاكل، واكل يكون صحي. اكلك بيغير حياتك، فاسمع جسدك حقا. ما تاكله تشعر بيه، فاللي انت بتاكله هتشعر بيه. شوف انت بتاكل ايه، يا ريت. فالجمال والحلاوه مش بتصنع في مكان التجميل ولا لا يا باشا. تعرف بصنع فين؟ في المطبخ. اه والله، المطبخ. المطبخ ده بقول له اي ست سمعاني، انت المسؤوله عن جوزك وعيالك، انت المسؤوله عن جوزك وعيالك في المطبخ. المطبخ ده يا جماعه لازم يكون نظيف 300%. الاكل ده ممكن يغير حياه الانسان. يا هلا يا هلا. الاكل بيغير حياتك. انت عارفين اللي هرمون السيروتونين اكتر من 90% في الامعاء، وانا قلت الكلام ده قبل كده. وجهاز المناعه امون سيستيم في اكتر من 90% في الامعاء. يعني اكلك ده هو كل حاجه. نحن ناكل لنستمتع. فهناك طعام ممكن يحييك، يا ريت تكتبوها بس. طعام يحييك وفي طعام يميتك. فالطعام اللي انت بتاكله كسل ده بيموتك يا باشا، غيره، غير نمط حياتك. انا بكلمك، انا ما باكلش خبز ولا سكريات ولا حلويات ولا معجنات ولا زيوت نباتيه ولا دهون ولا مشروبات غازيه ولا منتجات الالبان نهائيا مدى حياتي. مدى حياتي عن صحتي. انا راجل، انا معاهد نفسي لا امرض، وبكره عارفه ان شاء الله. انا لحاتم، انا معاهد نفسي 62 سنه لا امرض، وعامل عادي في المانيا في وزاره الصحه الالمانيه لا امرض. ما حدش عمل الفكره دي. 33 سنه في المانيا بروح الشغل ماشي وبمشي، باجي ماشي وبمشي في اليوم. من يوم ما جيت المانيا رياضه وجري يوميا بعمل رياضه. الزبادي اليوم كويس جدا طبعا، كويس جدا. ويا سلام بقى لما تحط عليه كركم وفلفل اسمر، تمام، او تحط عليه حبه البركه
او تحط عليه سمسم، ولكن انا اسف انا غلطت، انا بحط الكركم والفلفل الاسمر على اللبن، اللي هو ايه، لبن جوز الهند او اللوز. اما الزبادي اليوناني بحط عليه انا بذور اليقطين او الشيا او الكتان وسمسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبقول لكم الحمد لله قدامكم شاب 62 سنه بلف العالم في الماراثونات 42 كيلو. هاتوا لي اي حد، مع احترامي للجميع، دكتور، عالم، وزير صحه، لاعب كوره، ممثل، اي حد المشاهير عنده 62 سنه ويجري 42 كيلو، او القرفه او الانف، كله جميل طبعا. اللي يريحك يا باشا حط. فدرب نفسك ان تكون نفسك، درب نفسك ان تكون نفسك. يعني انت وبس اللي حبيبي. انت شوف صحتك فين، ده مهم جدا يا باشا. ف لما تكون انت بتحب نفسك وتقدر نفسك. الجبنه القريش مناسبه لمريض الجهاز الهضمي ولا لا؟ حلوه الجبنه القريش، انا ما خدتهاش قبل كده ولكن حلوه. انا يعني من وجهه نظري الصيام بيعالج جميع الامراض. انا يا جماعه طاقه، ركزوا في كلامي، صاحي الساعه 3 وشغال وعملت رياضه، وهوريكم النهارده انا مشيت قد ايه. يعني بمشي في اليوم 20 كيلو، 25 كيلو، 15 كيلو، 30 كيلو يوميا. ركزوا في كلامي، يوميا. يعني سبحان الله. مناسبه مع زيت زيتون، طبعا زيت الزيتون تحفه. انا يا جماعه باخد معلقتين زيت زيتون قبل ما انام والصبح، وزيت جوز الهند يا جماعه على الريق باخد زيت جوز الهند، وبغسل سناني بجوز الهند، وبعمل وش بزيت جوز الهند. تمام، عشان كده عندي طاقه الحمد لله. فزيت الزيتون مهم جدا حتى للرجاله، حتى الهرمون التستوستيرون، ماشي، هرمون الذكوره للرجاله. يا رجاله اللي سامعيني، زيت زيتون يا باشا. هي الزبادي مش منتجات البان؟ يا حبيب قلبي، شكرا. شكرا على النصيحه. يا حبيبي، بس ده زبادي صحي مخمر، يا ريت تستوعب الكلام يا حبيب قلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ايه؟ في سورة عبسة: فلينظر الإنسان لطعامه. ربنا اللي بيقول فلينظر الإنسان لطعامه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمهم جدا. ازيك يا عم حاتم؟ الحمد لله. شوارع مكسرة يا سيدي، مكسرة ولا مش مكسرة؟ ركز على الكلام. هروح لك الشوارع اللي مش مكسرة، لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا مركزين على الشوارع والبيوت، يا عم ركز على الكلام. مشكلتنا بنركز على بره وما نركبش على جوه. لا ما جربتوش. بتعطي معلومات ونصائح بدون مقابل. طبعا الحمد لله. ما هو دي يا باشا مقابل فين؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ما هو انت روح بقى، فربنا بيغذيك روحك وبيديك صحتك. ولا لما اكون انا بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله، ولئن شكرتم لازيدنكم. لما اكون انا خالي من جميع الامراض، وصلت للسلام النفسي والهدوء النفسي والسكينه، دي تساوي ايه؟ هو دي بفضل الله، ما ربنا كريم. ما هو انت بتعطي. العطاء غذاء الروح، العطاء غذاء الروح. احضن الشجر. حاضر، انا حضنت الصبح. في فرق بين الزبادي والحليب، فالحليب يؤثر على الجهاز الهضمي، اما الالبان والزبادي لا طبعا. فكبس يا باشا، كبس واسال، عشان معاكم ساعه بالظبط عشان هروح بقى ايه، الواحد يدعي شويه كده ويقرا شويه قران قبل المغرب. تمام، وده مهم جدا يا جماعه. الصلاه لما بتصلي انت بتكلم ربنا، ولما تقرا قران ربنا بيكلمك. فخليك دايما مع ربنا عشان ربنا يكون معاك، عشان انت خليفه ربنا في الارض، وانت روح مش جسد. فوقوا بقى، فوقوا بقى يا بشر. الله المستعان، الله المستعان. للاسف الشديد الناس مش عارفه هي عاوزه ايه. فدرب نفسك يا باشا على ان انت تكون فعال خير، مقبلا على الناس بالبر والرحمه والتكريم. ان المسلم الكامل عضو نافع في امته، لا يصدر عنه الا الخير ولا يتوقع منه الا الفضل والبر. يا ريت تستوعبوا الكلام يعني.
معايا؟ فياريت تستوعب الكلام وتسمع بقلبك مش بعقلك. كله شغال على الماديات والمشاهير، وكل المشاهير مع احترامي ليهم عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم اكتئاب، مدمنين، لانهم مركزين على الماديات مش مركزين على الروح. واقولها تاني، مش هتسمعوا كلام من اي حد الا من حتومه، لان الكلام انا مش قاريه، مطبقه. ركزوا هناك فرق لما يكون انت مطبق تمام وعايش وحاسس، من غير انت قاري، انت متلقن بتاخد من هنا وتقول هنا، حافظ، بتسمع. اما انت ما بتتكلم من قلبك ولسانك كده طالع من جوه كلام جميل، زي ما الرسول عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لا احنا ناس عشان كده عندنا امراض. هي الامراض بتيجي من ايه؟ ما هو من الحقد، من الحقد يا حبيبي. الله المستعان يعني. فالإنسان ينفع ويتصدق، ينفع نفسه ويتصدق، حتى لو بكلمة حلوة، حتى لو باستغفار، حتى لو تقول الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله، دي صدقة برضه. أما احنا لا، احنا عاوزين فلوس هات لي فلوس، اديني فلوس، مش كده؟ عاوزين فلوس بس. أنا عايش في ألمانيا، أنا عايش في فرنسا، أنا عايش مش عارف إيه. يا عم عيش جوه نفسك. ما عشان كده اكتئاب. فمهم جدا الاستقرار النفسي، تشفى من جميع الأمراض. حاتم أنا عندي 86 وما تزعلش مني، هقول لك أنت واد عسل وكل سنة وأنت طيب، تحياتي من باريس. هزعل منك ليه يا عم؟ ده أنت منبع العسل أنت مصنع العسل، أنت العسل كله، لأن أنت لسانك بينقط عسل، فأنت جواك عسل. ما هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالإنسان بيطلع اللي جواه، كل إنسان بيطلع اللي جواه. فربنا يديك الصحة ويكرمك. مش حكاية 86 سنة ولا 100 سنة، أنا شباب. السن ده رقم، فالشباب طاقة وليس عمر في البطاقة. والعمر مش بالسنين، العمر بأحاسيسك ومشاعرك وقلبك وروحك. أنت حاسس بإيه؟ اللي أنت حاسه هو أنت. أنا حاسس إن أنا عندي 20 سنة، خلاص أنا مبسوط، أنا سعيد يا جماعة والله العظيم. حاسس بإحساس إن أنا ملك العالم، أنا أمير، أنا رئيس جمهورية نفسي. إحساس جواك مش بره. فالمهم لازم الخير يبقى هو الغاية، كان الصلاح لا محالة. ده مهم جدا يا باشا، اللي انت كده تكون نسيج نفسك. حبيب قلبي، حبيب قلبي ابو سليم، وجزاك الله خير. فمن يشكر في القليل يشكر في الكثير. اللي بيحمد ربنا دايما على اقل شيء، يقول الحمد لله اللي انا ماشي، الحمد لله انا بتكلم. اما دايما الانسان اللي من سقط فلا بقول لك من رضي فله الرضي، فله الرضا، ومن سقط فعليه السقط. انت اكتر حد تستاهل بتسمع، لان كلامك عن تجربه واقعيه. الحمد لله والله حلو. بس انا يعني طالب منكم، يعني طمعان في كرمكم، دعموا القناه. يعني انا القناه بتاعتي مش تكبر الا بيكم، مش بكلامي يعني. يعني للاسف بعض الناس بيدعموا قنوات والله ما تستاهل. يعني شوف واحده بترقص، واحده مبينه، مع احترامي ليهم جميعا، واحد يطلع بيغني. طب انا استفيد ايه لو حد بيرقص او بيغني؟ ده في واحد في المانيا ربنا يزيده، هو دمه خفيف وروح، برقص بس ما بيعملش حاجه، وما شاء الله وصل ل 10 مليون. برقص مش حاجه، هو روح حلوه وكويس صراحه، الواحد ما ينكرش يعني، وربنا يزوده ان شاء الله يوصل ل 100 مليون. ولكن بتدعموا حاجات مش عارف، انا بستغرب يعني. ما يعني الناس ما تدعمش، يعني واحده تبين صدرها او تبين جسمها سلعه، حاجه غريبه يعني. والناس تخش محرومين من حنان الام والاب، يعني سواء هي او الناس يعني. يبقى الراجل مراته قاعده جنبه وقاعد يبص، حاجه غريبه يعني. بيبص بالمصري مش بالتونسي فاحنا المفروض نكون رحله من الداخل الى الخارج. ده مهم جدا يا جماعه. فالعلم بيكون من يقول لك من المهد. الناس بتحب الرقص، الرقص حلو، الرقص مش وحش، بالعكس ده بيفرز هرمونات السعاده والله.
ده جميل، بالعكس انا برقص انا كمان والله عادي يعني. ولكن انا ما بدعمه. اتفرج بقول بس تدعمه، انت بتدعمه على ايه؟ ده حتى في رجاله ما شاء الله بترقص احسن من الحريم يعني. الناس تعبانه وناقصه حنان. لا يا باشا مش ناقصه حنان، هي تعبانه من جوه وناقصه ايمان مش حنان. ناقصه ايمان، ايمان داخلي. لو انت ايمانك مع ربنا سبحانه وتعالى ثم بنفسك مش محتاج حاجه من بره يا باشا. مساء الخير والطاقه الايجابيه ابو الروح الجميل، الله يكرمكم يا زياد وكم جميعا كده. وكبس يا باشا واسال عشان قدامنا ساعه الا ربع يعني، وبارك الله فيكم. وارجع اقول هناك فرق بين التعليم ومهاره التعلم الذاتي. مشكله العقل بيكبر الاشياء وبيعقدها. فمهم يا جماعه التزكيه والشغف والحب ماشي، لان الناس معظمها عايشه على الماديات. الماديات فعشان كده تعبانه. يعني الايام دي ايام مفترجه، تلاقي ناس طالعه على القهاوي وناس مش عارف، وناس هي نفسها يقول لك انا تعبان. تعبان مين يا عم؟ انت قاعد لي بره وسايب نفسك. قرب ربنا وادعي. والله يا جماعه بكلمكم بتجربه شخصيه، والله ما بصلي كده بحس براحه. ايه ده؟ وبحس بسعاده جوه. انت جوه مش بره يعني يا جماعه. انت جوه، انت جوه. والله الحياه حلوه، هتلاقي ربنا بيكرمك. والله ربنا مسهله معايا في حاجات والله ما اعرف ازاي. اقسم بالله ربنا مسهله معايا في حاجات كده وماشي. الناس كلها فاكرين فلوس، كله فلوس وما يعرفوش حاجه يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحياه امل. مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين وكل لحظه وانتم بخير كده. وبكره يوم عرفه، ما تنسوش يا جماعه الصيام الصيام الصيام. ولو صمت بكره يعني سنه قبل وسنه بعد ربنا بيغفر لك. وادعي يا باشا وكل لحظه وانتم طيبين. ودي فرصه، انا والله قلت فرصه الواحد يصوم الايام دي كلها وربنا يتقبل يعني. فالحمد لله واحد صايم من اول يوم لغايه النهارده، وايه نشاط وحيويه. سبحان الله. عليكم السلام ورحمه الله. نشاط وحيويه سبحان الله. وصحي، تلاقي نفسك رايق كده وجسمك رشيق سبحان الله. فانت المسؤول عن نفسك. واي سيده سمعاني، انت المسؤوله عن جوزك واولادك. الاكل في المطبخ، الاكل يا جماعه. والله مش حاسه اني صايمه، الحمد لله. احساس جميل والله، كله بفضل الله. اللهم امين. ان شاء الله ربنا يوفقنا صيام بكره ان شاء الله. يوفقكم النيه تمام. وحط جواك اللي انت هتصوم وهتقدر. هتلاقي الموضوع قول له انا هقدر اصوم بكره وان شاء الله عادي. اما هتقول صعب مش صعب هتلاقيه صعب. فعقلك بيصدق اللي انت بتقوله سواء سلبي او ايجابي، وانت اللي بتتكلم يعني. فبدل ما تتكلم سلبي اتكلم ايجابي. والله المستعان. وربنا يتقبل اهم شيء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا يا بني ادم كل حاجه ليك الا الصلاه. فليا وانا اجزي بيه يعني. فاحنا هنعيش وهنموت يعني. ربنا مش هيقول معاكم فلوس قد ايه. عملك يا باشا، عملك. الحق نفسك يا باشا وتذكر نفسك اللي انت هتموت. طبعا نية الصيام اهم حاجه النية، ما انما الاعمال بالنيات. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفور رحيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى يعني. وربنا يتقبل. فانت نيتك يا باشا، نيتك حب الخير ليك الاول وللناس. ربنا هيسعدك وربنا يكرمك والله. واعرف انت عايز ايه، اعرف انت عايز ايه وعايش ليه وايه هدفك في الحياه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يتقبل منا النيه. شوف، ما في ناس يعني، في ناس بتعمل عشان الناس، وفي ناس بتعمل عشان ربنا وليه هو. يعني انا اي شيء بعمله عشان انا عايز اجري في الماراثون. يعني واحد مصري وانا في الرياض والله وعسل وبحبه وبعد تحياته. تحياتي ليه هو وكل المصريين اللي انا شفتهم في الرياض، بحبكم والله. بيقول لي حاتم انا عايز سؤال ما تزعلش مني يعني، اسالك سؤال وما تزعلش. قلت له اتفضل. قال لي انت جاي من المانيا عشان تجري في السعوديه في الرياض؟ قلت له اه. قال لي يعني قطع تذكره وطياره وسكن ومش عارف ايه وكله مصاريف عشان تجري، ما تجري في المانيا. قلت له والله انت صح، انت صح. وبس ما كملتش معاه، مش هجادل معاه.
هقول له بقى انا مستمتع وجاي هدفي الواحد يعني يهتم بصحته واشوف بلاد جديده واشوف عالم جديد وهدفي الاستمتاع، مش هيستوعب الكلام بتاعي لانه تفكيره مادي. الناس ما بتسالش ليه انا بسافر ليه. طب انت حاسس ايه وانت مسافر؟ مستمتع. فدي هدفي الاستمتاع. وانا جايب الفلوس ليه؟ فالحمد لله الانسان عشان صحتك اعمل الشيء اللي يسعدك ويبسطك. اما احنا بنعمل الشيء عشان الناس، عشان ارضي الناس وارضي ده. لا يا حبيبي، انا خدت قرار والله اعمل الشيء اللي يرضيني ويسعدني. اللي يزعل براحته، انا مش دعوه. انا ما باذيش حد ولا ضر حد. حاجه تريحني وتبسطني. حتى الناس اللي انا اعرفها، الناس اللي انا بعرفها مرتاح معاها ومبسوط هعرفها، ما برتاحش خلاص. طيب ما الناس بتسافر عشان تستمتع. لا، في ناس بتسافر، ركزوا في الكلام ده مهم جدا. انا اساسا مستمتع، فلما اسافر الاستمتاع بيزيد. ركزوا في الكلام، مش محتاج السفر. ممكن ما اسافرش عادي مستمتع برضه. اما في ناس اساسا تعبانه ودي كارثه، بيسافر زي اللي مثلا يطلع عمره او يعمل حج، يقول لك انا تعبان وقرفان، بروح العمره والحج برتاح وبترجع تعبان. استغفر الله مساء ومعطر بذكر الله. ماشي، في رعايه الله يا زياد، وربنا معاك يا حبيب قلبي، جزاك الله خير. زي واحد يقول لك انا لما اتجوز هرتاح، لانه محتاج اتجوز مرتاح، يقول لك لا معايا. زي واحد نفسه في حاجه ومبسوط عليها وتجي له انا مش مبسوط لانها جت، لانه هو من جوه فقير، فعاوز يملى جوه، فيملى يفضى تاني. الله، عاوز تاني. انا عاوز اعمل 1,000,000 جنيه، عمل 1,000,000، عاوز اعمل 2، اشتري بيت تاني. يقول لك بقى طموح. ده مش طموح يا حبيبي ده فقر. لان انت عاوز ورغم ذلك مش مبسوط. فشيء كويس اللي انت عاوز، بس انا مبسوط. طب افرض حاجه ما جتش، انا مبسوط. استوعبوا الكلام، بس انا مبسوط. يعني مثلا انا عايش لوحدي مبسوط، معايا مراتي مبسوط، معايا عيالي مبسوط، مش معايا مبسوط. فانا بحبهم ولكن مش محتاجهم. فحلو انت ما تحتاجش، لان الاحتياج ده فقر ومرض من وجهة نظري، لان جواك فاضي. فانت لما جوه عندك اكتفاء ذاتي ومليان، مش محتاج حاجه من بره. زي اللي عنده اكل في البيت مش محتاج ياكل في المطعم. زي اللي عنده حساب في البنك مليان مش محتاج فلوس من بره. والله جه ماشي، ما جاش الحمد لله. فاملى جوه يا باشا وخليك مليان من جوه، عندك اكتفاء ذاتي، ما تحتاجش من بره حاجه. يا ريت تستوعبوا كلام. فانا بقول المحتوى بتاع النهارده، شوفوا المحتوى الصبح كنت بقول ايه، وكل يوم بقول المحتوى من تجربتي الشخصيه، ودي الهامات من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. حضرتك بتسافر تجري علشان تستمتع. هو ما شاف ايه، مش فاهم. طبعا. لا، ما هو الناس انا عاوز اسافر عشان اجيب فلوس، انا عاوز اسافر عشان كذا. لا، انا مسافر عشان صحي. ما انا هدفي ايه؟ استمتع. هدفي صحتي. لما انا اقعد مع نفسي كده اقول والله ما شاء الله بسم الله وما شاء الله والله اكبر، انا عندي 62 سنه، كل واحد له طريقه. طبعا ما هو كل واحد له طريقه استمتاع. اهم حاجه انت من جوه مستمتع. تشتري عربيه مستمتع، اشتري. المهم ما تضرش نفسك. اما في ناس اشرب مش عارف ايه، اشرب سجاير انا مستمتع. لا يا باشا، انت كده بتدمر نفسك. اسهر انا مستمتع. لا، كده بتدمر نفسك. باكل اكل غير صحي انا مستمتع. لا، كده بتدمر نفسك يا حبيبي. هو استمتاعه انه يجمع فلوس. يجمع، بس هل استمتاع؟ ما انا عايز استمتع وصحتي تبقى كويسه، مش استمتع وعندي ضغط وعندي سكر وعندي اكتئاب وعندي قلق، يبقى استمتاع غلط. فانا لما استمتع الاقي صحتي كويسه، الاقي نفسي سعيد، الاقي نفسي رايق، يبقى بستمتع صح، يبقى زرعت صح عشان احصد صح. مش كده ولا ايه؟ اما انا بزرع في ارض بايظه، لا طبعا. فانا عايز ازرع جوايا وانا بستمتع، حاسس جسدي يقول لي شكرا، قلبي يقول لي شكرا، معدتي يقول لي شكرا، الكبد يقول لي شكرا، وجسمي يقول لي شكرا. اتفضل يا باشا، انت عندك طاقه دلوقتي ومبسوط. مش يلا استمتع واروح للدكتور يقول في ناس كده، انا بستمتع واروح للدكتور. في ناس يقول لك انا ابقى مريض عشان الناس تهتم بيا، بستمتع عشان اصعب على الناس.
والله المستعان. فانت المسؤول عن نفسك، انت المسؤول عن نفسك. فانا بقول كل الامراض لغة الروح، وحياتك نتاج افكارك ومشاعرك، وكل اللي بيحصل لك منك انت. وربنا سبحانه اداك حرية التمييز والاختيار، فانت اللي بتميز وانت اللي بتختار. المرض انت اللي بتختاره، والصحة انت اللي بتختارها، والفقر انت اللي بتختاره. واتحدى، وكلامه هقولها والناس بتزعل من الكلام بتاع ده، اتحدى اي عالم واي دكتور يخش لي على الكلام اللي انا بقوله. وعندي ساعات كلام صادم وتقول له الراجل ده مخه ضرب. ادي محاضرات للدكاتره والعلماء اللي بيطلعوا في التلفزيون والتيك توك. شفتوا بقى؟ شفتوا الثقه؟ وهم دارسين، انا مش دارس. فالانسان الواعي مش محتاج شهادات ولا محتاج دكتوراه، لانه جواه روح، جواه روح، جواه انسانيه. فربنا سبحانه وتعالى بيلهمه بكل شيء. فانا بحضن الالهام بتاع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس قاريه، والله اعرف ناس قاريه ما شاء الله احسن مني مليون مره، ولكن مش مهتميه بنفسها ولا بصحتها. انت قاري اهتم بصحتك، دارس اهتم بصحتك، يبقى انت كده استاذ ورئيس قسم. اما انا حافظ وما شاء الله وبتكلم 100 100، ولكن لو واحد طلع في التلفزيون اعلامي مع احترامي ليهم جميعا، او ممثل او واحد مشهور، وقاعد يتكلم وبس معلش تعبان عندي ضغط وعندي سكر وكنت لسه عندي مش يا عم حرام عليك يعني، حرام عليك اتقي الله يا عم الحاج. ايما فيدا ده جلايش. طب انت بس ايه اللي مزعلك؟ يعني ايه اللي مزعلك؟ طب ايه اللي مزعلك؟ يا ست لميا ايه اللي مزعلك؟ فعشان كده انت ست محترمه وداخله بالالماني. فشكرا على مداخلتك يا اختي. ايما في، طب ايه اللي مزعلك ايما في؟ ما شوفوا يا جماعه، شوف اسكت احسن اغير الموضوع. الناس اللي دايما عندها امراض نفسيه بتزعل من الكلام الايجابي. فالاخت عندها مشكله، زعلانه، بتقول لي نفس الكلام اللي انت بتقوله. يا ستي مش عاجبك القناه سيبيها. يعني انا حاتم ما بدخل قناه، المشكله اشوفهم الكلام صفه المتكلم، الكلام صفه المتكلم. فالانسان بقى ده اسقاط. يا عم الراجل قرفني يا عم، كل شويه اقول صحتي وانا عندي 62 سنه وصحتي مش عارف. يا عم خنقتني يا عم. لا لازم اقول له انا تعبان، انا قرفان، انا مخنوق. اغير الكلام بقى. اغير الكلام. انت كل مره تقول نفس الكلام، بتتكلم على الصحه. حاجه تزعل دي؟ ايه اللي مزعلك يعني؟ الله حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهدينا جميعا. فانا مستمر، والمستمر منتصر الحمد لله. الله عليك يا زياد، الله عليك. هم الناس دول فعلا الناس اللي تعبانين، اللي دايما عايشين في الضلمه، مش عاوزين النور، لانهم تعبانين جوه يا عيني. انا بعذرهم والله، والله بعذرهم، وانا مقدر مشاعرهم، والله مقدرهم، لانهم بيصعبوا عليا يعني. فربنا يهديهم ويهدينا جميعا. وما بزعلش بس، ولكن بلوك، لان انا قناتي قناه كوكب الايجابيين والمتفائلين، ورحله للوعي الذاتي والشفاء الذاتي والادراك المستنير. اما ناس تعبانه، شكرا يا عم الحاج، روحوا في ناس سلبيين اسمعوهم، والله المستعان. فانا بتكلم من جوه ومش محضر، كلام بيطلع من قلبي. والله كلام عاجبك ماشي، مش عاجبك سيب القناه يعني. انت بايدك كل حاجه يعني. فالانسان اللي بيخش ينقضوا دوم تعبانين يعني. وهقولها تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والله يا سيدي عندك كلمه حلوه ماشي، شايف كلامي غلط ادخل قول لي يا حاتم انت كلامي غلط والكلام الصح ايه، هكون سعيد. اما داخلين تهاجموا الشخص نفسك يعني عاوز ايه؟ نفس الكلام، وهقول نفس الكلام، وقناتي بقى هتكلم في نفس الكلام على الصحه والسعاده. انت تعبان نفسيا بقى مش مشكلتي بقى، عالج نفسك، روح عالج نفسك يا حبيبي، روح عالج نفسك. ما دام انت تعبان عالج نفسك، انا اعمل لك ايه بقى؟ مش كده ولا ايه؟ كده يا أخي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقول لك النهارده يا حبيب قلبي، كل الامراض لغه الروح. ايه رايك؟
يعني انا بقول لك ايه رايك؟ أنا أريد أن أجيب، أنا أريد أن أقول لك شيئا قبل أن أجيب على سؤالك. اتفضل. والله يا أخي أنا فرحان جدا برؤية القناة، اكتشفتها يعني مؤخرا فقط. والله يا أخي يعني نعم القناة ونعم الشخص. الله يجعل ربي يجعلك إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله. يعني الله بارك الله فيك، غيرت جزاك الله خير. غيرت نظرة تاعي إلى العديد من الأشياء، غيرت نظرة تاعي إلى العديد من الأشياء، ولعل من أبرز الأشياء التي غيرتها نظري يعني فيها، وهي أن تكون سعيدا. يعني هذا الشيء أنا كنت أفتقده، كنت أحرق نفسي على جل العمل، أحرق نفسي على جل الآخرين. لكن في هذا الأسبوعين الذي عرفتك فيهن، والله ما شاء الله يا أخي جزاك الله خيرا. وإن شاء الله نواصل نتعلم إن شاء الله، ونشارك المعلومات اللي نعرفها معك وتشارك معنا، ونتمنى الخير للجميع إن شاء الله. حبيب قلبي انا اشكرك. انا بقول النهارده محتوى دلوقتي ربنا الهمني كده، وبقول كل الامراض لغه الروح. يعني بمعنى الانسان اللي روحه نظيفه، قلبه نظيف، يتقي الله، بيخاف ربنا، بيحب ربنا، مع ربنا، لان احنا روح من الله سبحانه وتعالى، وربنا نفخ فينا روح جوانا. تمام. والطبيعي الانسان لا يمرض. فلما الانسان روحه تكون نظيفه وعلاقته مع نفسه ومع ربنا كويسه لا يمرض. انت ايه رايك؟ وجهه نظرك انت. والله يا أخي والله الذي لا إله غيره، يعني حدثت لي يعني حدثت لي صحوة جميلة جدا منذ حوالي عام. صحوة جميلة جدا، يعني كانت علاقتي فيها بالصلاة رائعة، علاقتي بالناس رائعة. والله كلامك صحيح يا أخي، كلامك صحيح جدا. يعني لكن الإنسان ضعيف. الله سبحانه عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا. يعني الشيطان ربي سبحانه كمل عز وجل الايه، كمل الايه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنا لا أعرف وبعدين لا تكمل. عارفها ولا آه، مش عارف؟ مش عارف الآية تكملة تاعها لا. يعني شوف. وخلق الإنسان ضعيفا، ايوه. وتكملة الآية والله ما لا أعرفها بكل بس صراحة. لا، انا اقول لك لكن شوف. نعم. الانسان لما يخاف ربنا ويتقي الله مش هيبقى ضعيف. الانسان ما يكون مع ربنا وبيصلي وفي خشوع في الصلاه وبيقرا قران مش هيبقى ضعيف، هيبقى قوي. لان ربنا خلانا اقوياء. ربنا خلانا جميل. سبحانه وتعالى نعيش بصحه ونستمتع. ربنا سخر لنا كل شيء، وسخر لكم من السماوات والارض. يعني الكون ده كله ليك انت ولي انا للبني ادم. وخلى الملائكه يسجد لنا، خلى الملائكه تسجد لنا، لان احنا روح من ربنا سبحانه وتعالى. روح من والله ربنا. احنا خلفاء في الارض لربنا، واحنا ناسيين الحكايه دي. قاعدين نشتغل على الفلوس ونسافر بره ونحرم نفسنا ونسعد ده، وناسيين نفسنا. يا باشا اسعد نفسك، نفسك ثم نفسك ثم ما حدش هينفعك. نفسك هي اللي معاك 24 ساعه. اخوك مش معاك 24 ساعه، امك مش معاك 24 ساعه، مراتك مش معاك، ولا عيالك ولا حد. نفسك هي اللي. ودي بقول لكم يعني بقول لكم من تجربتي الشخصيه. انا كنت بهتم بده وبهتم ده، ولما حصل لي ظروف ما لقيتش حد، ما لقيتش حد الا حاتم وربنا. فلجأت لربنا وقعدت ادعي، قلت يا رب انا ماليش غيرك. اقسم بالله ربنا قال لي حاضر كده بالفم بالملائكه، وكان معايا وسهل لي كل حاجه، وكل حاجه اتسهلت لي بفضل الله سبحانه وتعالى. صيام الميه كام يوم حبيبي 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 يا عبد الله السعد. فصيام الميه كام يوم؟ معلش هجاوب لك بعد. صيام الميه انا بعمله يوم واحد في الاسبوع، يوم الثلاث. بس الايام دي ما بعملش عشان صايم ايام البيض، ولكن ان شاء الله باذن الله بعد العيد بعمل يوم الاثنين صيام شرعي. كان في دكتور محترم في امريكا مش هذكر اسمه قال غلط وما تعملوش صيام، وكتبت له يا دكتور، قلت له والله يا دكتور انا بعمل صيام الاثنين، بعمل صيام شرعي، الثلاث بعمل صيام ميه، الاربع بعمل صيام متقطع. انا بتكلم عن نفسي، انا ما عملتش تجارب على حد، انا بتكلم عن نفسي انا. و22 سنه، 22 سنه بعمل التجربه دي. ويوم الخميس صيام شرعي، ويوم الجمعه والسبت والحد صيام متقطع. صيام متقطع بعمل 18 ساعه و6 ساعات. وقال لك اللي بيعمل صيام متقطع يحصل له مش عارف ايه، مع ان في واحد خد جايزه نوبل ياباني في الصيام المتقطع. فما احترامي ليه، وراح شال البوست بتاعي. فعادي عادي. فعشان كده ولا كنت اعلق، لان معظمهم بيزنس وعاوزين شهره وعايزين فلوس. وهو كان بيعيب في دكتور فلان ويعيب فلان، ويقول لك الدكتور مش دكتور بيتكلم ومش معاه دكتوراه. ده يا عم ممكن واحد مش معاه دكتوراه خالص واحسن من مليون دكتور.
لانه مجرب. واحد ممكن مش دكتور بس جرب ويفيد الناس احسن من دكتور. ده رايي يعني. اتفضل يا حبيب قلبي. يا اخي، اتفضل. والله يا اخي صدقني بالله، يعني حبيت إن اسالك، يعني انت الصحوه تاعك، يعني الصحوه تاعك كانت، قلت لي كانت يعني عندك اكتشافك بلي عندك ضغط وعندك سكر وكذا، فعلت يعني قمت بحميه الماء وكذا وكذا وكذا. لكن انا اريد ان اعرف شيئا قبل ان تعرف، يعني قبل ان تفعل حميه الماء، عندما كانت يعني عندك سكر وضغط، يعني حياتك كيف كانت؟ يعني كيف كنت والله تاكل؟ انا حياتي كلها حب وسعاده ومرح، ولكن ما كنتش مهتم بنفسي. نعم. يعني الكارثه اللي انا ما كنتش بحب حاتم ولا مهتم بحاتم. لما حصل لي صدمه من شخص ما، وكنت انت هو كل انسان هو كان كل حاجه في حياتك وانت فاكره، وهو اللي ضرك. وعلى فكره معلومه اقولها لكم، مش هيضرك الا اقرب الناس ليك، اللي انت بتحبه وبتساعده وبتخدمه هو يضرك، الغريب مش هيضرك. فعشان كده انت توقع اي شيء من اي حد، ما ترفعش سقف التوقعات، نعم ليك ولا لغيرك. يعني كلامك صح. نحن في طيبة الطيبة ندعو لك، واعطينا رقم نرسل لك هدية. شكرا. بارك الله فيك. اللهم صل على النبي. فممكن تخش على الخاص، اكتب على الخاص وابعت لك الرقم. اللهم صل على النبي. فانت لما تحب نفسك وتقدرها، ونعم ليك. يعني حد في ناس بتطلب مني طلبات كنت ازعل، يعني يقول لي كذا واعمل، انا خايف على زعله واعملها له وانا متضايق. لا، عندي لا. فانا اعمل الشيء اللي انا بحبه، هعمل الشيء اللي يسعدني ويبسطني ويريحني انا، مش يريح. ما دام الشيء اللي بعمله وانا مرتاح اعمله، راي الناس براحتهم هم بقى. طيبه يعني المدينه المنوره. مش فاهم يعني. سلام طيبه. طيبه يعني المدينه المنوره. مش فاهم. المهم، فانت بتعمل شيء انت يسعدك انت ويبسطك انت. يعني انا بطلع على التيك توك بتكلم الحاجه اللي بتسعدني. واحد يقول لي يا حاتم انت بتعمل، يقول له قوله، ده رايه، هو بيتكلم عشان هو، انا مش هو ولا هو انا. انا بقوم الفجر يعني يا جماعه، على فكره انا برمج نفسي اقوم كل يوم الساعه 3 الفجر. صدقوني ما عملت الموضوع دون حاسس بسعاده. ايه ده؟ فواحد يقول يا عم نام يا عم، ومش انا مش، انا بصحى كده مبسوط، انا مبسوط كده، انا مبسوط كده وسعيد كده الحمد لله. فاعمل الشيء اللي يريحك ويسعدك ويبسطك ولمصلحتك ويناسبك. سيبك من الناس. اسم طيبة يقال للمدينة المنورة. نعم نعم. والله إن شاء الله نعيشنا. أنا رايح السعودية إن شاء الله في فبراير، أحضر ماراثون الرياض ونعمل عمرة إن شاء الله. إن شاء الله وربنا يكتبها لنا يا رب، يسهل الأمور بإذن الله. فده في نيتي بإذن الله. إذا ربنا طال في عمري كل سنة، إذا ربنا طال في عمري هحضر ماراثون الرياض. وده قرار خدته بيني وبين نفسي، حبيت الرياض واستمتعت في الرياض، واعمل عمره ان شاء الله باذن الله اذا ربنا طول في عمري يعني. فانت المسؤول عن نفسك. اسعد نفسك بنفسك وجاور السعيد تسعد. اوعى تزعل نفسك يا جماعه. الزعل بيرفع الكورتيزول، ركزوا في كلامي. واذا الكورتيزول طلع، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. واذا الكورتيزول طلع، هرمون السعاده بتنزل والتستوستيرون بينزل. التستوستيرون ده هرمون الذكوره، تبقى انت راجل كده الحاله الجنسيه عندك ضعيفه. انت زعلان، الزعل والتوتر والقلق والاكل الصحي بيتاثر، الكرش والدهون على الكبد بيأثر على الحاله الجنسيه والصحيه والطاقه. فانت ليه تحرم نفسك صحتك يا باشا؟ ما تقوليش بقى انا كبرت عندي 60 سنه 70 سنه. انت شباب، وانت اللي بتختار الزعل، وانت اللي بتختار الغضب، وانت اللي بتختار المرض. انت الظروف بره ماليش دعوه، انا مالي من الظروف بره. مش انا الظروف. ماشي، ما تبقاش بقى الانسان عقليه الضحيه يقول اصل مراتي، اصل جوزي، اصل عيالي، اصل ايه يا باشا. انت افكارك، اكلك، طعامك،
غذائك هو قدرك، غذائك هو قدرك، وافكارك هي قدرك، وانت اللي بتفكر وانت اللي بتاكل. يا ريت تستوعبوا الكلام ده. فانا بقول عنني امام العالم العربي ووزاره الصحه العربيه والعالميه: الانسان الطبيعي لا يمرض ولا يدخل مستشفى. ما حدش قال الكلام ده، ولا محتاج دكتور ولا محتاج دواء. الدواء بيدمر جسمك، الدواء اللي بيدخل جسمك بيدمر بكتيريا النافعه ويدمر الكبد والكلى، وكل الناس بتعمل غسيل كلى مضاد حيوي. ماشي؟ يا ريت تستوعبوا الكلام يا جماعه، يا ريت تستوعبوا الكلام. في ناس عندها 50 60 70 سنه شايلين شنطه ادويه في ايديهم، وفي البيت صيدليه. ليه؟ زعل، غضب. الغضب يدمر الكبد، الغضب بيدمر الكبد. شفتوا بقى؟ والخوف بيدمر ايه؟ الكلى. سبحان الله. والحزن بيدمر القلب، وايه كمان؟ والرئه. والفقدان بيدمر الرئه، وانت اللي بتزعل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانت قرب ربنا صح. ما في ناس بتصلي وعارفه ربنا وبتقرا قران وحديث وتعبانه ليه؟ مش تمثيل. ما فيش خشوع، ما بتصليش بقلبها وبالخشوع كده. تحس ايديها بتكلم ربنا وهي بتصلي، انت بتكلم ربنا. ولما تقرا القران ربنا بيكلمك. ولما بتروح تصلي انت بتروح بيت ربنا تكلمه. ما مش المسجد ايه، انت رايح بيت ربنا. اي مسجد، ما تقوليش بقى المسجد ده سوري لبناني مصري تركي، كلها بيوت ربنا يا حبيب قلبي. يا ريت تستوعبوا الكلام. فانت السبب لكل حاجه في حياتك، وتفسيرك ده بيحدد مصيرك وحياتك، والتكرار بيحدد المسار. فكلم نفسك كلام ايجابي واحمد ربنا وقول الحمد لله. ولما اخلص اللايف هوريكم انا مشيت النهارده قد ايه، واخش عندي اب حتى عند الموبايل ما اشوف كده انا مشيت قد ايه النهارده، وهتشوفوا. انا بقول على حاجه مشيت النهارده 20 25 كيلو النهارده ماشي بس. فحد كان كاتب المشي بيعالج جميع الامراض. اللهم امين يا رب العالمين. يا مرحب، الحمد لله على السلامه. الحمد لله السلام على عليكم. السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فينك؟ والله غبت كتير، ما هيك؟ اي والله ما هي من كل زمان. لحظه وانت. اه طبعا. المهم انت. والله أنا متابعتك والله ومن مدة متابعتك، وهيك عم بقول بدي أطلع وأقول له شغلة. اتفضلي. بدي أسجل لك كل اللايفات اللي لإلك وآخذها لإلي. اتفضلي خديها يا ستي. بدي أعمل قناة اهم حاجه خاصة فيك هيك على اليوتيوب، وأسجل لك كل لايفاتك وأسحبهم عليها. ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. ان شاء الله انا في نيتي ان شاء الله، لان انا مش خبير في التيك توك ولا اليوتيوب، ولكن ان شاء الله ده في نيتي اللي اعمل قناه على اليوتيوب باذن. هي موجوده ليا قناه على اليوتيوب موجوده باسم برضو حاتم بازان، ولكن انا مش نشيط عليها يعني. يا ولكن أستاذ بس اسحب لنا هالفيديوهات من هون، اسحبهم سحب هيك من هون على هاليوتيوب، بس هيك. ينفع أنت ما الفيديوهات مسجلين دي عندك اسحبها؟ هن. ممكن اسحبها واحطها على اليوتيوب؟ ايه لكن شو؟ والله ما اعرف. والله يعني انا بدي اقول لك من زمان هالحكي ونسيت، بس يعني الله يصلحني، انا اللي كان لازم اني احكي لك هذا الشيء. موجودة هي وقابلة انك تحملها. كل فيديو مثلا خلصت اليوم بتحمل الفيديو وبتروح حاطته بعدين بتحمله على اليوتيوب. طب ازاي بقى بحمله؟ ازاي بحمله على كتافي يعني؟ ازاي يعني؟ قولي لي الطريقه. اه والله معناها لازم تتواصل معي على الخاص، يعني انا لحتى اعلمك يعني بالخطوات وحدة وحدة حاضر حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. انت يعني بعتي. انا عن جد انا طلعت هيك من يومين انت فاتح بس، قلت يا ربي والله خساره انه هالكلام اللي عم تحكيه بهالبس يروح هيك، انه ما ينعاد، يعني ما يقدر الواحد يرجع يعيده مره تانية، يعني يسمعه مره تانية وثالثه وعلى فضاته وعلى روقان. وقت بيكون هو رايق، مثلا انا بكون على الطريق اوقات ماني كثير رايقه او عندي اجتماع ترمين، يعني مو دايما بكون انا فاضيه، بس انه قلت لحالي لازم احكي معه بهالنقطه، لازم احكي معه. فهلا قلت بدي اطلع انجزت دي واحكي لك كلها والله. كل دي رسائل من عند ربنا على فكره، على فكره. سبحان الله سبحان الله. دي ربنا بيبعت لي رسائل زي حضرتك كده، ناس محترمه عارفه ربنا. يا حاتم اعمل كذا وانا ما اعرفش.
يا حاتم، هو كله رسائل، يعني ربنا بيبعت الانسان رسائل انا فانت رح تستقبل. رح اقول لك خطوه خطوه كيف ما رح اتركك الا تكون انت عم تحمل لنا كل فيديو عندك هون هنيك ان شاء الله. شكرا. او بارك اذا ما الله. بدك انت هيك تعمل، انا رح اخذهم عندي، رح سجل الشاشه هون وروح اخذهم هيك ساحبتهم عندي على اليوتيوب على عادي، القناه باسمك. ما تفرقش معايا، يعني المهم الناس تستفيد، سواء عندي او عندك او عند اي حد. انا هدفي الاستفاده، اللي احنا نفيد لانه الانسان. انا لاني من قبل حكيت معك بالموضوع وانت ما عملته، فقلت لحالي هالمره اذا ما عمله هو انا رح اعمله، رح اعمل قناه باسمك ورح اعملها شو، انه فيديوهاتك انت وبس. يا ست انا ما تفرقش معايا، انت قولي لي ونحاول، ما جاتش اعمل انت. تمام، ما اه مشكله. ماشي طيب، وربنا. آه. أم... تعرف حبيبي قول حسابي لها انا بتاع اليوتيوب، انت هتبتاع على اليوتيوب. طب خلاص شكرا. مراتي بتقول انا هعملها على اليوتيوب، مراتي خبيره عنه اهو. شكرا شكرا يا اختي. تمام، حلو. اه الله يجزيها الخير ويعطيها العافية. مو مشان اه شيء، أنا والله في كثير ناس عم يستفيدوا، في ناس ممكن حزينة عم بتخفف أنت عنهم حزنهم، في ناس وحيدة ما عندها حدا طبعا يرشدها، طبعا. خسرت أمها وأبائها بالحرب مثلا، أنت بالنسبة لإلها مثل الأم والأب مع بعض اللي عم يرشدها بحياتها. نعم. يعني أنا كثير شاكرة لرب العالمين على وجود حضرتك، على وجود الناس اللي مثل حضرتك كمان. الله يكرمك يا ستي والله، ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، فكرمني في احلى شيء اللي انت تفيد الناس. والله يا جماعه ربنا كرمني بزوجه، كرمني بحياه جميله. ليه؟ لان انت بتفيد الناس. العطاء يا جماعه، العطاء، العطاء غذاء الروح. اعطي. الناس عايزه تاخد، مش عايزه تعطي. الناس عايزه تحصد، ما تزرعش عشان هي تعبانه. فانا بقول لكم ازرع، ازرع واعطي، وما تستناش شكر ولا تستنى حاجه من حد. صدقوني وربنا لا يضيع اجر من احسن عمل، والله ربنا ما يضيع. اهو اختي دخلت قالت لي كذا. انا مره فاكره لما كنت بتكلميني وانا في برلين؟ ايه، قبل فاكره؟ الماراثون. ايوه قبل الماراثون، والله واحد اماراتي والله قابلني وانا شفتك على التيك توك ومش عارف ايه، وعزمني. والله العظيم شو اسم القناه على اليوتيوب؟ حاتم بازان، برضه نفس الاسم حاتم بازان. عزمني وقال لي احنا عندنا ماراثون في دبي، ما تيجي؟ قلت له يا عم. قال لي انا عازمك. عزمني على كل حاجه، ما غرمتش ولا مليم. عربيه وسواق واوتيل، ومش اوتيل واحد، اوتيلين، اوتيل جنب المطار واوتيل جنب الماراثون. رساله من عند ربنا، والله ولا اعرفش حاجه. فسبحان الله ربنا بيبعت لك رسائل كده. يعني قابلني وقال انا ما اعرفش اللي فيه ماراثون في دبي، ولا اعرف اللي فيه ماراثون في السعوديه، ولا كنت اعرف اللي فيه ماراثون في هامبورغ مع اني انا جنب هامبورغ، ولا اعرف اللي في ماراثون في برلين، ما اعرفش. فسبحان الله رسائل بتيجي من عند ربنا، مش صدفه. مفيش حاجه اسمها صدفه. ركزوا في الكلام ده، مفيش حاجه اسمها صدفه. ربنا بيحبك فبيبعت لك ناس كده محترمه، ناس رسائل كده. زي الاخت دي دلوقتي حاليا دخلت، مع انها مش اول مره تدخل عندي، ولكن انا متذكرها ودخلت الله عليا. يجزيك الخير. لا والله بامانه وبارك الله فيك. ودي نعمه من عند ربنا، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبك فبيبعت لك ايه، رسائل كده. لان انت اطلب هتستجاب، اطلب، ادعي. انا دايما بقول يا رب، والله دعاء واحد بقوله كده، طبعا كل ادعيه كويسه، بس دعاء يا رب انا ماليش غيرك، انا فوضت امرك يا رب، انت خلقتني، بس يا رب انا ماليش غيرك. هو اللي خلقني، هو اللي يحل مشاكل، هو اللي يعمل لي كل حاجه، والصحه من كل حاجه من عند ربنا. ولكن انا اسعى، مش صح من العربيه واكل اكل اي كلام واقعد في البيت واقول لا. لازم الانسان يسعى ويجتهد ويطور من نفسه ويحدث من نفسه ويحب نفسه ويحب الناس ويفتح قلبه للحب 24 ساعه. فانا بقول كرانكنهايت alles die Sprache die Seele. ايه رايك؟ والله أنا بقول لك يعني الجوع الروحي اللي هو بيكون ناتج عن قلة الإيمان بشكل عام هو سبب المرض. أنا بالنسبة لي بشوفه، نعم لأنه الإنسان يعني هلأ لو جبنا اثنين نفس العمل بيشتغلوه ونفس المجتمع اللي هن عايشين فيه نفسه ونفس البيت عندهم ونفس كل شيء، نعم بتلاحظ أن الإنسان المؤمن بيناتهم قوي، والإنسان اللي مو مؤمن ضعيف ومهموم وحزين، نعم لأنه بحس حاله ضايع من جوا، مهزوز من جوا، بحس حاله إنه
فارغ بكل معنى الكلمة. الفراغ الروحي هذا اللي ما بيملأه شيء غير حب رب العالمين. الإنسان سبحان الله إذا كان هذا الفراغ عنده راح يحس حاله تايه، وراح يبكي كتير بالليل وما حدا يسمعه، ويحس بالوحدة، وراح يحس حاله إنه الدنيا كلها جاية ضده، وراح يحس حاله إنه هو مهما عمل ما راح يتوفق. لأنه سبحان الله أنا دايما بقول كلمة: أنا لا أؤمن بالحظ ولكن أؤمن بالتوفيق من الله. نعم ونعم بالله. لا أعتقد إنه في شيء اسمه حظ، لا طبعا. ولكن هو توفيق نعم. أو عدم توفيق. وما توفيق الا بالله سبحانه وتعالى. نعم نعم. كله بفضل الله وبعون الله ومشيئة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فالمؤمن لما يكون قوي وعلاقته بربنا كويسة، والله العظيم يعني إذا كان الله معنا فمن علينا. لسه عقب الكلام يا جماعة. بالضبط. يعني يعني سبحان الله يا أستاذ حاتم، حضرتك أنا هلأ عم تحكي حضرتك إنه عن تجربتك الخاصة. أنا بطلع هيك إنه أنا بعرف هاي الشي عايشته كمان، وبأكده للناس إنه سبحان الله ريد الخير لجارك بتلاقيه بديارك. اللي من عاش بحسن النية نجاه الله من كل بلية. صحيح. فسبحان الله الإنسان لما بيكون هو عم بيعطي للناس وبيعطي دايما الشيء الحسن، بيطلع له الناس اللي مثله، بيطلعوا له الناس اللي هن كمان عم بيعطوا الأشياء الحسنة والطاقة الإيجابية، وبيعطوه تحفيز وبيعطوه إيمان برب العالمين وبنفسه هو. وسبحان الله مجرد ما الإنسان هو يعطي أصلا بيكون عم يشكر رب العالمين على النعم اللي أعطاه إياها. ورب طبعا. العالمين بيقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. بمجرد ما أنا عم بعطي للناس إيمان، سبحان الله بكرة بقل إيماني، لأنه دوام الحال أمر محال. فبقل إيماني رب العالمين بيبعت لي الأستاذ حاتم، بيرجع إيماني شو بينشحن مرة ثانية. سبحان الله. طبعا. كمثال يعني. ما هو سبحان الله الإنسان أنت بتزرع جواك. أنا بتكلم بتجربة شخصية. حتى الكلمة الطيبة صدقة. دي صدقة يا جماعة. أنت لما تطلع على التيك توك كده تقول كلام، دي صدقة. سواء بتطلع أنت طالع ليه؟ أنت طالع على التيك توك ليه؟ عشان عاوز فلوس؟ عاوز شهرة؟ محدش عالم إلا ربنا. ولا عاوز محتاج كلام حلو؟ محتاج اهتمام؟ عندك فراغ عاطفي وجوع عاطفي وجوع روحي؟ ولا طالع انت مليان وبتدي من عندك؟ فرق جامد، فرق شاسع. يعني بالضبط. لأنه انت ما تكون مليان في الحساب بتاعك في البنك بتدي، وكل ما بتدي بيزيد الحساب اكتر. سبحان الله. فانت كل ما تعطي ربنا بيزيد. ودي من تجربه شخصيه الحمد لله. الحكايه مش حكايه فلوس يا جماعه، ما بتكلمش على الفلوس، انا بتكلم على جوع. والله. انا ما بتكلمش على الفلوس، الناس كلها تفكيرها فلوس. مساء الفل على الجميع. حضرتك عم تحكي معنا الكلمة الحلوة، بتحكي معنا الكلمة اللي فيها هداية وفيها هدي للنفس وفيها هداية للنفس، يعني بمعنى آخر إنه ترويق للإنسان. سبحان الله بتضل بتحكي هيك مع الناس وبتهديهم أنت للشيء الأقوم لإلهم بالدنيا وبالآخرة. وسبحان الله بحس إنه سبحان الله رب العالمين عم بيبارك لك، دايما بيبارك لك بهذا الشيء اللي عندك. وأنا بقول دايما لأنه هذا الشيء هو صدقة، وما نقص مال من صدقة قط. سبحان نعم. الله دايما رب العالمين بيبارك لك بدل ما ينقص. ده اكيد. لان سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليه؟ صنائع المعروف تقي مسار السوء، والصدقه تطفئ غضب الرب. ماشي. واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. ومن يدخل الجنه هم مين؟ اهل المعروف. اهل المعروف يا جماعه. والله العظيم ما هتدوم. انا هموت هاخد معايا ايه؟ انا لو مت هاخد معايا ايه؟ هاخد فلوس؟ هاخد عمارات؟ فوق بقى من اللي انتوا فيه والاوهام اللي عايشين بقى. دمروكوا الاعلام دمر الناس وبرمجوا دماغهم. التمثيليات والافلام والماتشات، وواحد يطلع لي بطياره، واحد يطلع لي بعربيه، واحد يطلع لي يقول لك شوف ده مش نجاح، ده نجاح خارجي، نجاح دنيا. احنا عاوزين ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. انجح، بس انجح في الاخره. مش انا عاوز اعمل فلوس واعمل. طب وبعدين وانا مش مرتاح؟ فصدقوني والله العظيم لما يكون قلبك نقي نظيف ربنا يكرمك في كل شيء. فهتلاقي نفسك سعيد في شغلك، سعيد في بيتك، سعيد في حياتك، لان انت جواك نظيف، انت صادق مع نفسك.
انت متصالح مع نفسك، لا تمرض. فالانسان الكذاب ده مريض نفسي. يعني شوف حضرتك دخلت بتقول ايه، واحده كتبتني بالالماني، انت طالع نفس الكلام ونفس البتاع، ما زهقتش، وقاعد تقول لي انا شاب وعندي، وشوف حضرتك كلامك والله لا قول يعني الا. وكاتبه بالالماني. انا قلت لك يا الله. شوف سبحان الله، يعني يا ازاي رب. اطلع اقول لك انا تعبان وعندي ضغط وعندي سكر وعندي حرب طب حاجه غريبه يعني فهي بتتعبر عن مشاعرها، فعلى طول بلوك يا باشا. ما اجادل. هيك ما دام هذا الكلام بيأذيها انت ريحتها منه سبحان الله، وبنفس الوقت نفعتنا وقت اللي عملت لها انت يعني حظر، لانه هيك ناس عم بتضرنا نحن وقت اللي بتحكي معك هيك كلام ممكن ينعكس علينا نحن بانه انت ما بقى تفتح لايفات مثل قبل. نحن بنتمنى كل يوم نسمعك انا وغيري والله. انا قلت لك اول شيء كانت الماما متابعتك، وبعدين انا تابعتك، والصراحة يعني ما ندمت ابدا، الحمد لله. وحريصة على متابعتك لهالدرجة انه انت قلت لك وصلت معي خلاص انه اذا بدك ما تعمل انت قناة انا رح اعمل قناة لإلك. يا يعني من ستي كتر ما كلامك انا على فكرة يعني جدا جدا بحب اسمع كلام حضرتك والله يا يعني استاذ حاتم. اكثر من مرة طلعت معك وقلت لك استأذنتك باني سجل كلامك وسجلته. نعم. اوقات كثيرة بقعد بسمعه وبرجع بعيده، بس اللي خلص التسجيل، وبرجع بعيده وبرجع بعيده. حواري انا وانت هلا انا عم بسجله بعد اذن حضرتك طبعا. لا لا عادي، بالعكس انا سعيد سعيد، بالعكس شوف يا اختي، انا هدفي الناس تستفيد. شكرا يا بنت تونس، شكرا يا امنه، بارك الله فيك، شكرا ربنا يكرمك. اختي انا سعيد، انا هدفي حضرتك او غيرك يسمعوا صوتي او صوت اي حد، انا ما يفرقش مين، بس نفيد الناس. احنا عايزين ننفع الناس يا جماعه، الناس تعبانه. انا ساعات ما بقعد مع ناس حاسس ان انا عايش في عالم تاني، في كوكب تاني والله. يعني أنا قاعد مع واحد شاب بيشرب سجاير، فانا بحبه، بقول له حبيبي يعني بطل سجاير. قال لي يا عم عادي يا عم. قلت له هيجي لك ضغط وسكر. قال لي ما انا عندي ضغط وسكر، وبتكلم اكني بقول لي انا عندي مثلا عمارتين عندي شهادتين وعادي. قال لي المشكله عندي ضغط وسكر، كل الناس عندها ضغط وسكر. حاجه غريبه. برمجه، برمجه ايه والله. غريبه يعني انا سبحان الله. بحس فعلا انه اكثر الناس المدخنين هن ناس يعني قابلين للبرمجة اكثر من غيرهم. لا يعني انا بقول لك شفت من كام يوم فيديو صدمني. في شاعر جميل انا بحبه اسمه عبد الرحمن الابنودي، ده مصري ومعروف. هو شفته حاطين الفيديو على التيك توك وهو في المستشفى وماسك، الله يرحمه هو طبعا مات من فتره، ماسك الميكروفون الله بيقول يرحمه. يا جماعه انا افتكرت ان انا عندي صحه وقعدت اشرب سجاير، ما عنديش رئه، ما عنديش رئه يا جماعه، بطلوا السجاير يا جماعه، انا افتكرت لما اشرب سجاير صحيت. واو ما شاء الله مبدع. في ناس مبدعين وناجحين بس مش ناجحين مع نفسهم يا جماعه، فوقهم. انا مش عاوز حاجه منكم، انا بحبكم وعايز صحتكم تبقى حلوه، لان انا مجرب الحكايه، انا اهو الحمد لله بفضل الله صحتي حلوه، فعايز اعديكم. ومش الصحه بس، السعاده، لان الانسان السعيد هتلاقي صحته حلوه، هتلاقي مرتاح مع نفسه. سبحان الله. فبقول لكم انا انت حضرتك عايشه في المانيا، وقلت لك الكلام قبل كده واقوله تاني. أوه. سمعت حد في المانيا راح الكرانك كاسا قال لهم ني فيدا كرانك، وعمل عقد بلايبن جوزونت سوبلايبن، او يعني انا صحتي هتبقى حلوه مدى الحياه وانا عامل عادي معاكم لو امرض. جوزونت سوبلايبن، حد عمل الحكايه دي في المانيا سمعتيها؟ انت وبس، ما سمعتها انه حدا عملها غيرك، يعني ما سمعتها من كل حدا سنه تاني. بيبعتوا لي والله جواب شكر، تمام، ومبلغ من المال شكر، وبتحدى نفسي. ليه؟ انا مراقب نفسي، انا في كلامي في نومي. يا جماعه المطبخ ده، انت الاكل ممكن يحييك وممكن يموتك والله العظيم. الاكل يا جماعه، اي زوجه سمعاني، اي ام، انت المسؤوله عن جوزك وعيالك في الاكل في المطبخ. المطبخ مهم جدا يا جماعه، الاكل والله العظيم الاكل يغير حياتك. يا جماعه رجائي ابعدوا عن الخبز، السكريات. شوف الكبد بيكره السكر، السكريات بتدمر الكبد يا جماعه، والكبد ده احسن عضو في جسمك، ده ليه ازيد من 5000 وظيفه. فانت بتدمر جسمك ليه؟ مش عارف. اللي بيشرب سجاير واللي بيسهر ليه؟ مش عارف يعني انا واللي بيزعل واللي بيغضب، ده الغضب يا جماعه بيدمر الكبد، الغضب. يعني الله المستعان يعني. فانا مش عارف اقول لا حول ولا قوه، فصحتك بالدنيا، ما انا اهو ماشي اهو. والله العظيم قايم من الساعه 3 وجيت من الشغل نمت،
عشان اكون صادق، نمت لقيت جسمي رحت نايم ساعه وشويه. قمت والله صليت وقعدت مع نفسي، قلت مرتي هنطلع بره اعمل لايف، مزاجي حاجه جوايا كده، حاجه ربنا والله العظيم، اطلع يا حاتم اعمل لايف، والله العظيم حاجه جوايا، واقسم بالله حاجات بتطلع جوايا، حاتم اعمل كذا، حاتم قول كذا، اروح مطلع زي ما يكون الحدس عالي، حاسس ربنا جوايا، حاتم ابعد عن الناس دي، يا حاتم ما تعملش كذا. الحاجات دي عمرها ما حصلت لي، ما كنتش كده. ليه؟ لان انت مع ربنا، فربنا معاك، هيدلك على الناس الصح، هتلاقيك في بيتك مبسوط، حتى لو اقرب الناس لك هتلاقيهم، لا الناس دي ابعد عنها. والله العظيم بيجي لي حاجات اقسم بالله يا جماعه، والله الاقي ربنا اعمل كذا حاتم ولا تمشي. سبحان الله. ليه؟ لان انت مع ربنا، واذا كان ربنا والله مين هيكون علينا يعني؟ اذا كان الله معنا فمن علينا. الحمد لله. والله يا أستاذ، حتى بدي أقول لك من كم يوم كنت شوية هيك صابني شوية زعل. سبحان الله. وكنت أنا يعني أنا ما إنه بدي أقول لك إنه مثل أيام زمان مع رب العالمين، بس إنه لحد هلا قدر المستطاع بحاول إني أكون على يعني هدي رب العالمين ماشية. أقسم لك بالله أمي تعرف إنه أنا ليش كنت أنا حزينة وهيك. فتعجبت أمي إنه هي عم تشغل موبايلها الفيديو، أول فيديو مواساة إلي، ثاني فيديو مواساة إلي وعن نفس قصتي اللي كانت صايرة معي يعني، ثالث فيديو مواساة إلي، رابع فيديو. ما تتخيل 20 فيديو ورا بعض يطلعوا كلهم عن نفس القصة ومواساة إلي. سبحان الله. يعني أنا مشان هيك أقسم بالله، مشان هيك بقول للناس يا جماعة كونوا مع الله، نعم. لأنه فعلا إذا كان الله معكم شوفوا يعني إنه بيطبطب عليكم. كيف الطبطبة كيف بتيجيكم يعني؟ أحن عليك من أمك وأبوك ومن كل الناس، أحن عليك من كل الناس ومعك، وهو معكم أينما كنتم يعني. وسبحان الله والله صارت معي أمور كثيرة لما كنت أنا يعني درجات قرب من رب العالمين أكثر من هيك. أنا بحكي لكم إنه سبحان الله صارت معي شغلات لسه يعني أكثر من هذا الموقف اللي هلا حكيت لكم إياه، يعني مواقف سبحان الله رب العالمين يعني بحسسني فيها إنه معي بشكل كتير 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 كبير. هذا بالنسبة للناس اللي يعني قليلة الإيمان، أنا عم بحكي لها عن تجربة شخصية. وسبحان الله من شوية كنا عم نحكي أنا وماما، فحكيت لها قلت لها على قصة سيدنا سليمان. قلت لها سبحان الله يعني إنه على قصة الصافنات الجياد، يعني إنه سيدنا سليمان رب العالمين امتحنه بإنه بعث له الصافنات الجياد، الجياد الأحصنة المجنحة. إذ عرضت عليه رب العالمين بيقول بسورة صاد الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. بعدين شو قال؟ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طب ليش هو اتفق مسحا بالسوق والأعناق؟ ليش قتل الأحسن المجنحة؟ لأنه لهته عن ذكر رب العالمين ولهته عن الصلاة. شو قال؟ إني أحببت حب الخير، يعني أحببت هدية رب العالمين اللي هداني إياها رب العالمين. فلدرجة إنه شو عن ذكر ربي، هي خلتني انشغل عن ذكر ربي اللي ربي أصلا ما هداني إياها إلا كجائزة لإلي على كثرة الذكر وعلى كثرة القرب وعلى كثرة إنه الحال الموصول مع الله. فشو قال؟ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فشو صار؟ رب العالمين زاده. نعم. مشان هيك سيدنا سليمان ملك الأرض، من الملك السليماني كل الناس بتعرفوا إنه كان ملك الأرض وما فيها وما عليها. نعم. ليش؟ لأنه ما كان يلتفت عن رب العالمين مقدار يعني شيء يذكر. لأنه حتى وقت اللي رب العالمين أعطاه الهدية راح خسر الهدية لوجه رب العالمين. ليش؟ لأنها ألهته عن ذكر رب العالمين، ألهته عن الذكر، فراح قاتل الأحسنة. نعم. نعم. ورب العالمين مشان هيك جعله هو مالك الأرض وما عليها. فأنتوا كلكم وقت اللي بدكم أنتوا تتركوا شيء، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا بقول لكم إياها، اتركوا لله، اتركوا ولله، والله 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 بيعوضكم خير منه. نعم. اتركوا لوجه رب العالمين وبيعوضكم بخير، وبيعوضكم بالدنيا قبل الآخرة. مشان اللي هلا واصلين لمرحلة الكفر انه هن لا انا خلص بدي اترك الله. في كثيرين بيقولوا لك بدي اترك الله وبدي اترك الحجاب وبدي اترك كذا وبدي اترك كذا وبدي اترك كذا لانه انا الدين ما جاب لي شيء. ليش انت وين، او انت وين كنت من الدين؟ يعني وين كنت من هالحال؟ انا بقول لكم ركزوا على الحال القرب،
وحال الحب لرب العالمين، لأنه الحال هو اللي رب العالمين عم بيحاسبنا عليه بصلاتنا. مشان هيك وقت اللي الصحابي كان عم بيصلي بالمسجد، خلص صلاة الرسول شو قال له؟ اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ليش؟ لأنه صلى هو صلاة الجسد وما صلى صلاة الروح. صلاة الروح هي الأهم، طبعا هو روح. صلاة الخشوع. نعم. الحمد وهي لله. جوابي على سؤالك لما أنت قلت لي على قصة الروح. أول شيء كان سؤالك عن الروح نعم. وشحن الروحي، فأنا بقول لك هو الأساس. نعم. لكن سبحان الله في علاقة مترابطة بين الروح وبين الجسد. وكمان دو بيست بس دو إيست كمان، هي ما نعم. بننساها. إنه أنت ما تأكل. أنت ما تأكل وأنت ما تفكر في كمان. Du bist was بالضبط. du liest, auch du bist auch was du liest. يعني auch du bist auch was du liest. auch يعني اللي انت بتقراه هو انت برضه. فصدقوني بالضبط. انت اللي بتزرع وانت اللي بتحصد. فشوف انت بتقول لنفسك ايه. صح؟ اه حبيب قلبي. فانت المسؤول عن نفسك. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. انت مالك مسؤول عن الحرب. والله يا أستاذ حاتم، والله ثواني بس إن ثواني بس نسمع الاخ بعد اذنك. واحد ماشي ورايا اعتقد عربي، اكيد عربي يعني، فنسمعه. نسمعك. اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي. لفتني انتباه كلامك، انت عم تقول انه انت مسؤول عن ردود افعالك. نعم. انت مش مسؤول عن الافعال اللي تصير بالكبرى. انت مالك مسؤول انه تصير حرب ببلدك ولا بس انت مسؤول انه عن ردود افعالك. انت شو بتساوي؟ انا من جهتي انا سوري، صار حرب بسوريا مش بايدي، بس انا قررت اني اطلع على تركيا. بعدين انا قررت انه اطلع، لانه الانسان في اوقات مخير وفي اوقات مسير، فلازم الواحد يركز بهي مشان يعرف اموره كيف يديرها. بارك الله فيك الله يبارك. حبيب قلبي. شكرا. السلام عليكم. والتعلم افضل. اكيد العلم من صفات الله، يعني اغلب الناس في دول اوروبا وكذا فتلاقي الصعوبه بتعلم اللغه. كما قال احد الشيوخ، يعني العلم من صفه الله، وقيام الليل من صفه العبد، العباده. فلما انت تتعلم اي لغه جديده فهذا افضل من قيام الليل. تخيل لحد وين. بارك صفة الله. الله تقلب صفه العبد. السلام عليكم. عليكم. شكرا يا حبيب قلبي. حياك الله. اتفضلي يا اختي. هلا هو معه حق نوعا ما، يعني أنا بأيد كلامه نوعا ما، إنه الإنسان لحتى أصلا يوصل رسالة رب العالمين للناس. يعني إذا بدنا نحكي بياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يعني العلة هي لحتى تنذر القوم الذين ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طيب أنا كيف بدي أنذرهم إذا ما بقدر بتواصل معهم؟ خلينا نفترض إذا كان أنا هي نيتي، كيف بدي أنا أحكي معهم أتواصل معهم لحتى أوصل رسالة رب العالمين لإلهم إذا كنت أنا مؤمن برسالة رب العالمين؟ وطبعا ما رح كون فظ غليظ القلب لينفضوا من حولي. فأنا كيف بدي أوصل هي الرسالة لإلهم؟ هي طبعا إذا كنت أنا فعلا مؤمن برسالتي، وإذا كانوا هن فعلا جاهلين بالرسالة أو جاهلين بشكل أو بآخر. فالواحد لازم يكون بالضبط إنه، يعني برأيي إنه العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. لكن العلم مو ضروري يكون أنا إني أؤتى كل العلم الموجود بالعالم، وإنما إني العلم اللي بيخدمني لأخدم غيري. وسبحان الله وقت اللي بخدم غيري بكون عم بخدم نفسي. معلش بقى، أنا يعني كلام حضرتك كويس، بس أنا أختلف حاجة بسيطة إضافة بس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. فأنا بقول التزكية من وجهة نظري 90%، والجهد نعم 10%. فأنا بتكلم عن الروح. نعم ربنا قال كده. ربنا قال ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. يعني تزكية النفس، تزكية الروح. نعم لأن دي عليها أنا رأيي 90% و10% العلم. فإحنا بنمشي ورا العلم في الدول العربية للأسف الشديد. تمام. وفي الآخر ما زكيناش الروح، النفس. فالتعليم في الدول العربية مع احترام لوزارة التربية والتعليم في العالم العربي والعالم كله، حتى في ألمانيا، سنين من العمر نعم بتضيع وما تعلموش حاجة.
ما زكاش روح ولا قلب ولا نفسه، ما يعرفش يتحمل مسؤوليه نفسه. خد الشهاده وقعد وممكن عنده صحيح. ضغط، ما يعرفش حتى مع مراته ولا عياله، ما علموش. يا ريت انا قلت، عملت فيديو زمان على التيك توك يا جماعه، والله رساله قلت لوزاره التربيه والتعليم، وانا مش عاوز حاجه، نغير سياسه التعليم، نعلمهم ازاي تحب نفسك وتقدرها، ازاي تزكي نفسك وروحك، ازاي تتحمل مسؤوليه نفسك. احنا عندنا اسمع كلام المدرس، اسمع كلام بابا، اسمع كلام ماما. طب وانا بندمرهم، ويقعد في المدرسه على رجله، يتعب جسمه غلط، يقعد حتى يقف يتحرك. اتعلم، احنا بنتلقم، حتى المدرس ياخد ويدي، والواد يحفظ واخر سنه يمتحن وينسى وياخد الشهاده ويشتغل شغله تانية. يعني شوف، ضيع 6 سنين ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي وقضى 12 سنه وجامعه، الله 16 سنه يضيع منه ولا 17 سنه من عمره كله. ويتعلم ايه عندنا في مصر؟ طول النهر النيل قد ايه، عدد سكان مش عارف قد ايه، الفلسفه اللي مش عارف ايه. طب انا استفدت ايه؟ استفدت انا من الفلسفه ولا من الكيمياء؟ انا عايز اعيش. انا ربنا خلق عشان اعيش في الحياه، اتعامل مع مراتي وعيالي. ازاي اتعامل مع مراتي؟ ازاي اتعامل مع عيالي؟ ازاي اتعامل مع نفسي؟ ازاي اتعامل مع ربنا؟ اما بتعلم حاجات مش هتفيدني في الحياه، مش هتفيدني في الحياه حاجه. يعني انا بستغرب يعني انا لما فقت وصحيت، ايه اللي انا بعمله ده؟ ده انا كنت حاسس ان انا عايش في عالم تاني، عايش في كوكب تاني. عشان كده بعض الناس، يا عم روح يا عم، صيام ايه وبتاع، يا عم روح يا عم انت تعال شوف، مش هم عايشين بره، لا انا عايش جوه، انا عايش جوه، انا عايش لان انا روح، ربنا نفخ فيها روح. يا روح، انت روح مش جسد، انت روح جوه جسد. زي ما انت قاعد جوه عربيه، انت مش العربيه، انت مش الجسد. انت لو قاعد في بيت، انت مش البيت، انت جوه البيت. فانا عايش جوه مش عايش بره. اللي بره ده وهم، العربيات دي والبيت ده وهم، لانها زايله، روحك هي اللي باقيه. استوعبوا الكلام يا دكاتره وعلماء اللي بيطلعوا في التلفزيون ضحكوا عليه. الشيخ يقول لك ايه؟ ما تخش برجلك يمين، ما تعملش كده، ما تعملش. يا عم انا عايز اصلي بروحي، اصلي بقلبي، اصلي بخشوع. المهم صلي. راح تصلي في مسجد ايه؟ مسجد ايه؟ انا راح بيت ربنا، انا راح اكلم ربنا، ما يمنيش المسجد بتاع مين. فانت لما بتصلي بتكلم ربنا، ولما تقرا القران ربنا بيكلمك. فاستوعبوا الكلام بعد اذنكم، عشان بعض الناس دايما كله ماديات، بيضيع عمره وحياته وعمل فلوس وعمل بيزنس وعمل، بس ما عملش نفسه، ما استثمرش نفسه. انا بقول لك هو الانسان الطبيعي لا يمرض. انا عايز وزير صحه او دكتور يخش لي، انا مش دارس ولا متخصص واتحداك على الكلام اللي انا بقوله. خش لي يا حبيبي، انت حضرتك متخصص، خش لي. انا مش ضد التخصص ولا ضد العلم، بالعكس، ولكن اتعلمنا غلط. احنا عايزين دكاتره ليه يا اختي الكريمه؟ عايزين دكاتره ليه؟ والله هتتصدموا. هو اسمعيني، لا بالأساس جاوب على السؤال الجسم بالظبط. لا الإنساني مصمم اسمعيني، بحيث إنه ما يمرض. لا اسمعيني، لا جاوب على السؤال. احنا عاوزين دكاتره ليه؟ سامعاني كويس؟ احنا عاوزين دكاتره ليه؟ جاوب. للعلاج. يعالج المرضى، صح؟ نوعا ما هو بيعالج النتيجة ولكن ليس السبب. لا احنا بيعالج المرضى، صح؟ احنا مش عاوزين ناس تمرض، يبقى مش عاوزين دكاتره. بيعالج بالضبط، احنا مش بيعالج النتيجة مش المرض. قصدي احنا بنعالج، يعني مش عاوزين الناس تمرض للضروره. يعني حادثه فيها حاجه ضرر، ماشي، احنا ما نقدرش نستغنى عنهم. ونبني نشحت، نبني مستشفيات. نشحت ليه؟ ضروره، احنا مالناش نستغنى عنهم. انا بروح لدكتور محتاجهم، ما انكرش، ولكن بدل ما اروح 3 4 مرات في السنه اروح مره. احنا ما بنروحش للدكتور محلل. يعني انا بروح على حساب، والله الدكتور بيقول لي ما تجيش يا عم انت لسه محلل. قلت له، قال لي انت فلوسك كتير. قلت له يا عم انا بدل ما اشتري موبايل واشتري جزمه ولا اعمل حاجه، اروح احلل اشوف جسمي، مع ان انا عارف صحتي حلو، بس برضه احنا ما بنروحش للدكتور لما نقع ويجي جسمك يديك اشاره صداع وجع. يا عم خد اسبرين، يا عم خد مش عارف ايه. استاذ حاتم طلعنا في بعد شهور من قعده البيت. استاذ حاتم طلعت مع رفقاتي اليوم بعد شهور من قعده البيت. طب كويس. كيف ارفع الساعه واحمي نفسي من المرض؟ ما هو احمي نفسي من المرض، ما فيش حاجه اسمها مرض. المرض في عقلي، انا اكلم نفسي انا صحتي كويسه، انا وعندي حسن ظن بالله. يا ربنا انت الشافي، واذا مرضت فيشفين، واذا مرضت فهو يشفين. كل شيء ممكن، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. حتى لو عندك مرض مناعي، حط في دماغك اللي ربنا يشفيك هيشفيك، والله يشفيك بدون ادويه وبدون دكتور. انا دكتور في المانيا قال لي اعمل لك عمليه، قلت له مش هعمل،
ولا خدت ادويه ولا خدت حاجه، وربنا شفاني بدون عمليه. ما كنتش قادر امشي. انا بتكلم عن نفسي في 2015. عم معايا؟ يسألك إنه كيف بيرفع المناعة. نعم. عم يسألك طيب كيف بقدر برفع المناعة، يعني هو عم بيقول لك المناعه، كيف ارفع بيقدر يرفع المناعه، المناعة. الكلام الايجابي، النوم بدري والصحيان بدري، التنفس، الرياضه، المشي في الطبيعه، الاكل الصحي. سبب امراضنا الاكل، الاكل يحييك ويموتك. الاكل الاكل الاكل. ابعد عن السكريات والحلويات والمعجنات والخبز ومنتجات الالبان ما تاكلش بره، وتاكل اكل بالراحه، تاكل في وقت. باكل الساعه كذا الساعه كذا. نام بدري يا جماعه. النوم بدري دي اقسم بالله انا لما نمت بدري واقوم بدري، تقوم تصلي قيام الليل وتدعي، والله حياتي اتغيرت. اتولدت انسان جديد والله يا جماعه. انا بقوم ساعات بنام 3 4 ساعات وقايم والله العظيم اعمل رياضه ونشيط سبحان الله، وبروح اشتغل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي تدخل بارك يعني الله سريع من عليك. فضلكم، اذا تسمحوا اتفضل لي. اتفضل. تدخل سريع ومهم جدا. كنت نسمع، يعني كنت في السياره اسمع الاقوال تاعكم كامل. عندي تدخل مهم جدا، يعني انا يعني من دواعي سروري ان الاشخاص اللي يتكلموا فيما يخص الدين، يعني جميع الاشخاص. شو هذاك الضيف الذي اتى وقال ما عبش وش قال شيء، قال خير من قيام الليل. يعني من الاحسن ومن الافضل الانسان ربي سبحانه عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. الانسان في هذه الدنيا كان قادر يقول على سبيل المثال تقوم الليل وتقوم بذلك الشيء. اما الشيء الثاني الذي اردت ان انوه اليه، قولك انت يا استاذ فيما يخص الاكل باليمين وبالشمال وكذا، هذه اشياء في السنه، واشياء عندها اهميه كبيره عند العلماء، ونحن كبشر لا انا ما قلتش نستطيع. الاكل. اسمعني بس ما تخبطش في الحلة. انا ما قلتش الاكل باليمين. انا بقول انت بتصلي. انا بقول اللي بيصلي يروح يقول لك حط رجليك تحت كده، مش عارف رجلك اليمين ولا رجل الشمال. يعني انا ما بعرفش اقعد. واحد يقول لي انا مره في الصلاه انت قاعد بتصلي غلط. قلت له ازاي؟ قال لي المفروض تعمل رجلك كده وده سنه. قلت له يا عم اهم حاجه ان انا بصلي بروحي وبخشوع. والله قعدت كده ربنا هو اللي فوق. ما قلتش اكل يا حبيبي. ما قلتش بتاكل بايدك اليمين، ولا قلت ما جبتش سيره الاكل خالص. انا بقول لك الاكل يحييك والاكل يميتك. ده اللي جبت سيره الاكل. اما اكل يمين، والاخ اللي قال ده انا ما قلت، هو قال كده وانا عاقبت وقلت. بارك الله فيك. خلاص فهمت. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، ربي يوفقكم ان شكرا شاء يا الله. حبيبي على مداخلتك. حياكم الله. شكرا. يعني شكرا يا حبيب قلبي. الآية اللي قالها الأخ لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. حسب ما بذكر وإن شاء الله يعني يكون متذكرة صح إنه هيك كمالة الآية. فلا تقف ما ليس لك به علم، إنه الشيء اللي أنت لا تتبع، والله أعلم الآية يعني المقصود فيها ليش. لأنه رب العالمين أتبعها بعدها حسب ما بذكر بقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. يعني بعتقد أنه المعنى الأساسي للآية لو ركزنا على كلمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بمعنى أنه الشيء إذا كان مثلا واحد متزوج وعنده زوجته ما شاء الله عليها، بجرد يقفوا الفضول أو إنه مثلا أنا شفت شكل تاني غير شكل زوجتي وأعجبني نوعا ما، في فضول إنه كيف هي عاملة ميك اب اللي لها أو أي شيء تاني، فلا أقف ما ليس لي به علم فيها، لأنه هذا ممكن يكون من عمل الشيطان وسوسة. لأنه ممكن أنا أكون عم براقب وبدقق إنه هي كيف عاملة ثيابها، كيف عاملة الميك اب اللي لها، كيف عاملة شعرها، لاقي حالي سرحت فيها، لاقي حالي بعدين عجبتني وما بقى بعدين عجبتني مرتي كمثال. فأنا أعتقد إنه الأصل بالمعنى هيك والله أعلم. بس كمان يؤول والله أعلم مثل ما قالوا الأخ، لكن يعني يفضل مثل ما قال الأخ، أنا يعني ماني ضد كلامه بأنه الإنسان إذا كان عنده علم ناقص ما يقوله. بس بالنسبة لحضرتك أنا معك بأنه الإنسان إذا كان ما بيقدر يصلي فهو معذور. طبعا إذا أنا ماني قادرة أن يصلي وحط رجلي اليمين فوق رجلي الشمال فأكيد أنا معذورة إذا حطيت الشمال فوق اليمين مؤقتا لا ما بقولش، لحتى لا رب ما العالمين بقولش، يصح لي هذا الحال. في ناس والله أعلم. يا اختي انا بقول لك وانا بصلي وانت بتركع وانت بتقعد على رجلك، ففي ناس بتروح عامله صوابعها كده وتعمل رجليها اليمين تتنيها كده يعني. فانا ما بعرفش اعملها فبصلي كده، فبقول لي انت بتصلي غلط الفرض. قلت له شكرا جزاك الله خير. فانا قلت انت الاخ لما اتكلم انا قلت اهم حاجه الروح. فربنا سبحانه يزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه.
فالراجل بيقول لك علم، لا مش العلم، التعليم تابع، اهم حاجه التعلم التزكية ازاي. والحكمة. ايوه التزكيه، بالضبط. ماشي، لان مهم جدا التزكيه، بالضبط. لان الروح تطمن الانسان، ماشي. الروح انا قلت 90%، والعقل صح. اللي هو العلم 10%. بس الاخ ما تلاقيه ما سمعش، كان قاعد في العربيه بيسمع اغنيه ولا حاجه معايا. فالمهم انت تبقى مسؤوليتك التزكية، الشخصيه. سبحان الله، مرحبا أولى. فالرسول عليه السلام ما اتعلمش، أنا صلى الله عليه وسلم. الرسول اتعلم ما اتعلمش، في نعم روح، يعني اذا كان في علم ذكية. ولكن طبعا في نعم ايوه يزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه، يعني تزكيه الاول. وانا قلت الكلام ده بس مش عارف هو ما سمعش ولا ايه. فمهم ايه، الانسان لازم يكون قلب وروح وجسد وعقل، وكله بيبقى فيه توازن. ولكن اذا تعبت الروح تعب الجسد وكل شيء، لان كل الامراض لغه الروح. وده المحتوى بتاعي اللي انا بقوله النهارده، وده رايي كرانكنهايت الاستشبراخه دي زيله. فالفلسفه والعقل بيتعب الانسان، والروح تطمن الانسان. لان الانسان انت روح مش جسد، انت روح جوه جسد مش جسد جوه روح. فللاسف الشديد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عميد. الحمد لله في نعمه وزي الفل، وكل لحظه وانتم طيبين. انا اشكركم يا جماعه، عشان أستاذ ايه حاتم. اروح. نعم. عندي سؤال لحضرتك. ليش ما خطر في بالك إنه تشتغل بالمركز اللي بيعالج بالصيام عنا هون والله يمكن بهامبورغ؟ والله انا تعبان شغال في شركه أعتقد بألمانيا حاليا، بهامبورغ. وفي دماغي في دماغي حاجات كتير ان شاء الله هتتفاجئوا بيها. الحمد لله. يوم السبت الجاي الحكومه الالمانيه هتدعم المبدعين في المانيا، فالحمد لله كرموني، ودي ثالث مره يكرموني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. الحمد لله. فقبل كده مش عارف انت شفت قريت الجريده، دخلت على الجوجل وقريتي ولا ما دخلتيش؟ قرأتها. نعم ما شاء الله تبارك الله. دخلت قريت. وقرأت وما شاء الله تبارك الله صورتك يعني واضحة. اللهم صل لا على النبي. والاذاعه، شفت الاذاعه في مثلث تك عليه، شوف المذيعه كانت بتقول ايه نفسي، ولا ما سمعتيش في مثلث فوق الصوره سمعتها. اتك عليه. اه. فشوف سمعت الكلام اللي انا بقوله، كل الكلام اللي انا بقوله على سمعتها التيك أختي توك. بالألماني. ايوه، حتى قلت لهم انا هعيش لغايه 120 سنه يا شباب. يعني حتى الست بقت قاعده مش ما مصدقه، شاء الله تبارك الله. يعني بسم الله وما شاء الله. وبعدين هم اللي كلموني، انا فوجئت وانا في الشغل والله يا اختي، التليفون بيضرب وانا عادي ما بردش. يعني عندنا في التليفون ممنوع نمسك التليفون في الشغل، في الراحه بس. ففي الراحه التليفون يضرب من نمره غريبه. فمره واثنين رديت، والله احنا الصحافه الالمانيه وجرنون كذا كذا عايزين نعمل معاك لقاء خير ان شاء الله. قالوا عشان كذا وكذا. طب انتوا فين؟ قال لا احنا هنجي لك، ادينا العنوان واحنا هنجي لك. طب انت فاضي؟ قلت له لا مش فاضي في اليوم ده. ممكن ابقى فاضي والصحافه. وعادي جت وقعدت وتتكلم معاه، وبتكلم معاه طبيعي وكلام من القلب. هي بقت مبهوره مش مصدقه. واللي بيفهم الماني هيستوعب الكلام، يعني حاجه تشرف الامه العربيه وتشرف الاسلام. قلت لهم الصيام دي الله ما فلسفه. شاء الله تبارك الله. فالحمد لله يعني. ما شاء فالناس الله. طبعا ازاي يعني يكون لك انت ازاي 62 سنه الست مش مصدقه 4 سباقات ماراثون في سنه، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. وطالع ما شاء الاول، الله. طالع الاول في الولايه واسرع واحد في الولايه. ودخلوه منتخب الالماني دوتش ماستر شافت، يعني دخلوه مسابقات المانيه ولاند مايستر شافت، وفي لاند مايستر شافت قريب كمان مختاريني الحمد لله. ورايح ان شاء الله اليونان، يعني ان شاء الله رايح اليونان في شهر 9 وحجزت 42 كيلو ما وقايل شاء الله. 9 باذن الله ما شاء الله. وفي لانسبورج، وان شاء الله في يناير في قطر، وان شاء الله في فبراير في السعوديه، وفي هامبورغ ان شاء الله في شهر 4 ما شاء الله. باذن الله ما شاء الله. فانت شباب هاتي لي يا اختي، مع احترامي للجميع، اي انسان بيطلع على التيك توك ولا التلفزيون مع احترامي ليهم، دكاتره ما شاء الله. محترمين او عنده 62 سنه ويجري 42 كيلو يمشيهم بس مش يجريهم. اللي عنده التهابات. عشان هيك نعم. مشان هيك انا عم اقول لك هالحكي، يعني انه انت كتير كتير يعني بيليق فيك تشتغل، واعتقد فورا رح يستقبلوك، يرحب فيك بالمركز اللي بيعالج بالصيام هون بألمانيا. يعني اعتقد انه فورا رح يرحبوا فيك، وبتصير انت هون لما بدك تفتح هون اللايف بتصير انت عم تعمل دعاية للمركز اللي انت عم تشتغل فيه اصلا. نعم ان شاء الله. الناس هيك بتيجي لعندك انه كذا
هيك ان شاء الله. وطبعا يعني انا راح اكون بيناتهم ان شاء الله اذا احتجت ان شاء الله. فانا شايفه انه كتير اقتراح يعني مقبول، ومشان هيك عرضته عليك. ان شاء الله بارك الله فيكي، جزاك الله خير، وان شاء الله ده في دماغي، بس كل حاجه في وقتها، وبارك الله فيكي. ان شاء الله انا في دماغي حاجات كتير ومحاضرات السؤال اللي عنده التبات المستثمر عمره 35، انا ما اعرفش، ما اقدرش اجاوب، ولكن اللي انا اعرفه الصيام يعالج جميع الامراض. الصيام سواء شرعي سواء ان شاء متقطع سواء بيعالج جميع الامراض، لان انت بتريح جسمك، وجسمك فيه 100 تريليون خليه، ركزوا في الكلام ده ودي كلام للدكاتره. 100 تريليون خليه، وكل ثانيه 7 مليون خليه بتتجدد، حتى الخلايا العصبيه. فجسمك بيجدد نفسه بنفسه. فانت عاوز تاكل ايه؟ اكل صحي وتنام بدري. انت ما بتنام بدري حتى لو لخبطت طول النهار، جسمك بينظف نفسه بالليل، الميلاتونين بيشتغل والسيروتونين بيشتغل والغده اللي اسمها السنبوريه بتشتغل، فسبحان الله جسمك بينظف نفسه من جديد معايا. فانت بتتولد من جديد. فانت نام بدري واصحى بدري. الرياضه، امشي في الطبيعه يا باشا. الطبيعه يا جماعه، امشي في الطبيعه. احنا اتخلقنا عشان نمشي في الطبيعه. وانا بعش، انا عارف، انا بحس ان انا راجل طبيعه. ولو ربنا قدرني واشتري بيت، هشتري في الريف، في الطبيعه. مش هروح المدينه ولا الطبيعه. يا حبيبي انت اتخلقت عشان تعيش في الطبيعه، وجسمك عاوز حركه. امشي امشي امشي، اتحرك. جسمك مصمم الحركه، والحركه بركه. احنا الشعوب العربيه نحب الراحه والطاقه والتقدم فعلا. فالراحه دي عدوتها. فالراحه هتخليك تعبان، الراحه هتخليك فاشل، الراحه هتخليك. عشان كده بقول لك اسعى واشتغل واتحرك واجري، وكله بالجهد والتعب. انا يوميا بجري، ويوم خميس بتدرب، بس بكره مش هروح عشان ان شاء الله وقفه عرفه، الواحد يدعي في البيت. قلت للمدرب مش رايح. الاسبوع اللي فات كنت بجري وانا صايم، وساعه ونص وشغال، والحمد لله في طاقه، ومش واكل ولا شارب. فجسمك جواه طاقه بسم الله ما شاء الله، واراده فولاذيه يعني تكسر الدنيا. ولكن احنا بالكلام السلبي، انا تعبان، انا قرفان، انا دمرت نفسك يا حبيبي. فرجائي فكر قبل ما تتكلم، لان افكارك هي اقدارك. صدقوني وانتبه لكلامك. اقسم بالله لو قلت انا قوي، انا انسان رائع، انا انسان جميل، انا استحق الافضل، انا اتمنى الخير للناس كلها واتمنى لي الخير، اوعى تزعل نفسك، اوعى تضايق نفسك. اللي بيحبك عمره ما يزعلك. والله اللي يحبك هيشوفك سعيد، هيسعدك اكتر وعاوز يسعدك. واللي بيكرهك كانت امي الله يرحمها تقول لك حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. معايا؟ هتصوم غدا انا صايم النهارده، تقول هتصوم غدا. الحمد لله صايم من اول ذو الحجه، تقول لي صايم بكره، يعني هافطر بكره واصوم الايام دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله اذا ربنا يعني طول في عمرنا بكره هنصوم بكره ان شاء الله، لان فرصه. ده افضل 10 ايام عند ربنا سبحانه وتعالى الايام دي. يعني في رمضان والله الملائكه بتنزل، ركزوا في الكلام. في رمضان الملائكه بتنزل، الايام دي ربنا اللي بينزل. الملائكه بتنزل في رمضان، والايام دي افضل ايام. فيا ريت تستوعبوا الكلام. هنموت مش هناخد من حاجه. تذكر يا بني ادم اللي انت هتموت. يا ريت تستوعبوا الكلمه دي. تذكر ان انت هتموت. فعامل الناس بالحسنى، وعامل نفسك اول حاجه قبل ما تعامل الناس، لان ربنا كده امتى قال. بقدر نعم. امتى بيقدم عندك استاذ؟ انا ايه ده؟ يعني 10 الا ربع، انا كمان داخل ال 10. يعني لسه دلوقتي 9 ونص اول. والله فأمر. نحن قبلك، فانا بدي استاذن والله، لانه قرب الاذان عندي كثير وانا ولازم والله انا اقوم. والله انا جنب البيت اهون. فطبعا اشكركم، وان شاء الله بكره ان شاء الله وانا رايح الشغل الساعه 4 او 4 ربع شكرا ان شاء كثير الله. لحضرتك. فشكرا، اشكرك على بامان الله. مجهودك، واتمنى يعني تشرفيني دايما، لان بنستفيد منك برضو. وبارك الله فيك، انا وشكرا. بدي استاذن منك شغله قبل ما انزل، انه اتفضل. اي لايف انا سجلت لك اياه، انه يكون في امكانيه لاعاده نشر الصوت اللي حضرتك ماشي، ممكن. اتفضل. طبعا انا اسمح لك طبعا، وليكي ولاي حد. احنا عايزين نفيد الناس. اكيد ممكن. تمام اتفضلي. بقول تمام، لك في سؤال شكرا عايز اسالك. كثير. اسالك سؤال تاني، جاز عندي اتفضل خبره. الذكاء الاصطناعي تفضل. انا عايز احول الكلام ده بالالماني. يعني انا عاوز اتكلم فيه. على حد قال لي ممكن تعمل الموضوع ده، بس مش عارف الطريقه. لان انا ممكن مش عايز اعمل استاذ قناه انا بالالماني. بساعدك الموضوع، اذا حابب يكون في تعاون بيني وبينك، كوني انا معلمه لغه المانيه يعني، تمام. فانا ما عندي اي مشكله.
شكرا. يعني انه كوني انه بعرف قصدي باللغه الالمانيه يعني منيح، انا ماني معلمه يعني لا رسميه ما رسميا لا مش قصدي، انا لسه، قصدي بس انه انت عارف الذكاء الاصطناعي الكلام بيطلع اللي انت بتتكلميه بيطلع بنفس صوتك صح بس بالالماني، بس بيطلع الماني صح. انت عارف احنا الالماني بتاعي انا عن نفسي يعني مش صح، صح فاهماني؟ فدي صح، المقصود. هذا شيء لان فهمت عايزين عليك. نفيد برضو تمام. الناس الالمان، لان الالمان انا لو عملتها بالقناه بالالماني القناه بتاعتي هتوصل لملايين، لان الالمان محتاجين الحاجات دي كلهم، بيحتاج معظمهم عندهم امراض نفسيه صح، يعني للاسف. هذا الشيء بيحتاج تصريح بعد والله اعلم منك لبعض طبعا البرامج. طبعا هنسال برضو هنسال. على كل حال الناس بيقدروا يخدموك بهالشغله اذا انت حابب انه تعملها. في ناس كمان بعرفهم بيقدروا يخدموك كتير منيح، يعني هن شكرا. اختصاصهم برمجه وهيك شيء وعرب، يعني تمام. ممكن احكي لك معهم شكرا بارك الله فيك. شكرا. يشتغلوا لك اياها كلها ان شاء الله. شكرا. شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير. اللهم امين. وانا بحبكم من فانا كل قلبي، وحب الحياه وحب نفسك ودلع نفسك وملكش بركه لنفسك، واوعى تزعل نفسك وتصدف اللي يزعلك. اتفضلي يا اختي. تمام. استاذ، بس بدي اقترح عليك قبل ما انزل هلا انه بس تحكي، ما دام انت عندك وقت اكثر من هيك، انا حابه لسه اسمعك، لانه انه لا تحكي انا لهم عن مروح. نظام حياتك اليوميه بالاكل، نظام اكلك انت اليومي، او انه شو اللي انت بتاكله شو اللي ما بتاكله بشكل عام، وشو اللي بتنصح بانه الناس تاكله، وكيف مثلا نظام الماء، انت كم لتر بتشرب من المية مثلا يوميا وهيك شيء. لانه انت انا بعرف نظامك، انا بعرفه من قبل، سمعته منك انه بتشرب زيت الصبح بكير نعم. وبتفرش اسنانك زيت جوز الهند، بس للي ما بيعرفوا قصدي. حاضر. تمام انا اقول لك. استاذ، وانا ماشي هلا شكرا. بستأذن منك وبقول لك بامان الله، بس راح اسمعك. حاضر تمام، اتفضل. راح انزل واسمعك. ماشي. انا قبل ما اقفل هقول طبعا انا دايما باكل يا جماعه. دلوقتي النهارده فطار بعمل تمر وبسيسه تونسيه ومكسرات وطبق سلطه. وقلت طبق سلطه فيه ايه؟ اهم حاجه البروكلي والبنجر والافوكاتو، ده في طبق السلطه، وطبعا الخضروات كلها. ده اهم حاجه عندي طبق السلطه، وعليه طبعا بصل وتوم وخل وزيت زيتون وبهارات الكركم والقرفه والزنجبيل. ده مهم جدا. وممكن حبه البركه، شوربه، بيض، ممكن سمك، ممكن صدور فراخ. وده اكلي. معايا بشرب ميه في اليوم اقل شيء 2 لتر 3 لتر. على الصبح باخد معلقتين زيت زيتون ومعلقه زيت جوز هند، تمام، قبل الفجر طبعا. وبشرب الصبح لتر ميه قبل الفجر، وبشرب بالراحه لان بقوم بدري. قبل ما انام باخد طبعا المغنيسيوم، واللهم صل على النبي، زبادي بحط عليه بذور اليقطين والكتان والشيا وسمسم، وبعدها كوبايه لبن بحط عليه كركم وفلفل اسمر. وقبل ما انام على طول باخد معلقتين زيت زيتون بكري اللي هو الزيتون التونسي. ده مفيد جدا جدا جدا، وده بقى لي فتره بعمل الموضوع ده اكتر من كام سنه. وبتنام بدري وتغسل سنانك وتنظف معدتك وتصلي وتنام وانت مستمتع، وتاخد مراتك في حضنك، ما يبقاش جنبك مرات، تاخد نفسك في حضن. المهم استمتع وتنام وتقول كل الله واحد 3 مرات، وكل اعوذ برب الناس 3 مرات، كل اعوذ بالفلق 3 مرات، وبتقول اذكار المساء، وتنام بعمق. بنام زي الاطفال الصغيرين وبصحى بسم الله وما شاء الله. فمهم جدا الاكل. المطبخ هو كل حاجه. اكلك ممكن يحييك وممكن يموتك. تاكل بالراحه، الاكل بالراحه، احترم الاكل. وساعه بيولوجيه، ما اكلش مره وانا نايم وانا ماشي، اكبر غلط. وما تتكلمش وانت بتاكل، لان الهواء يخش بطنك ويجي لك انتفاخ، تمام. فاوعى تتكلم وانت بتاكل. والمضغ بالراحه جدا، تاكل لغايه ما الاكل يبقى ميه في بقك، تمام. انا باكل ساعات ساعه، ساعات ساعه الا ربع، ساعات ساعه وشويه، مع ان اكل كله صحي. ما باكلش خبز نهائيا، ولا سكريات ولا حلويات، تمام، ولا معجنات، ولا زيوت نباتيه ودهون ومشروبات غازيه، ولا منتجات البان نهائيا مدى حياتي. عم حاتم ممكن رايك في الايه، في النقانق؟ لا طبعا ما باكلش بين الاكل، ما باكلش بين الاكل نهائيا. وبشرب ميه قبل الاكل، ما بشربش ميه قبل الاكل بساعه، ولا مع الاكل، ولا بعد الاكل بساعه ونص. بس طبعا انا عشان صايم وبنام بدري بخليها بعد نص ساعه اشرب ميه معايا. اما في الايام العاديه ساعه ونص. ما باكلش بين الوجبتين. اخر وجبه عندي لما بكون عامل صيام متقطع الساعه 6،
كان في دكتور محترم طالع يقول لك غلط، انا بقول له يا دكتور انا بتكلم عن نفسي، معلش مع احترامي ليك، الدراسه والابحاث بتاعت حضراتكم معلش انا بتكلم عن تجربتي انا، ممكن انتوا صح ولكن بتكلم عن تجربتي انا ما عنديش اي مشكله. 22 سنه بدليل انا بجري الفيلم ماراثون وبسم الله وما شاء الله، ما عنديش اي مشكله. فالصيام بيعالج جميع الامراض، الصيام المستمر، وده رايي وتجربتي، وكل واحد جسمه يختلف عن التاني، والله المستعان. ما فائده؟ ما فائده ايه؟ لو انت قصدك فائده ايه، انا فائده صحتي حلوه وخالي من جميع الامراض. لو انت قصدك فائده ايه يعني؟ ما باكلش قبل ما انام بثلاث اربع ساعات، وقبل ما انام ما اشربش الميه نص ساعه ساعه معايا، انا بتكلم في الايام العاديه يعني. فبنام بعمق زي الاطفال ونام ما شاء الله يعني. عم حاتم قصدي فوائد الصيام، نعم. فالصيام بيعالج جميع الامراض مهما كان المرض ايه. انت مش محتاج دكتور ولا دواء ولا مستشفيات، احنا اتضحك علينا، ومعظم اللي بيطلعوا بيزنس وفلوس وتجاره، ما فيش محتاج عمليه تجميل ولا تكميم ولا كل ده، تجاره وبيزنس وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الجمال في المطبخ، اكل صحي وتلاقي وشك، لان كل اللي جواك بيطلع على وشك وعلى بشرتك. بشرتك ناعمه مساء الخير. ما فائده عدم شرب الماء بعد الاكل؟ مع الاكل العصاره الهضميه، وبيأثر على العصاره الهضميه في جسمك، فمفروض المعده تبقى خاليه وتاكل وتهضم، وبعد ساعه ونص يبقى تمام تشرب ميه يا باشا. ودي تجربه شخصيه، واتمنى يكون دكتور يطلع لي متخصص ودارس. اتمنى، انا عاوز دكاتره تطلع يا جماعه، سواء دكاتره تخسيس، دكاتره تغذيه، دكاتره يطلعوا لي هم دارسين، انا مش دارس. يقول لي حاتم انت غلطان، اتحداهم. كلام واضح اهو، اتحداهم على الكلام اللي بقوله. انا عارف انا بقول ايه. احنا الطبيعي الانسان لا يمرض لا يمرض لا يمرض، لان ربنا خلقك في احسن تكوين، فيك جهاز مناعه، فيك دي ان ايه، فيك خلايا، فيك هرمون السعاده، جوه في سيستم، في شفاء ذاتي رباني، جواك شفاء ذاتي رباني، صيانه ذاتيه، في التئام ذاتي. يا ريت توصل، يا ريت توصل للدكاتره المحترمين، ولا محتاج عمليات ولا دواء الا للضروره. كلام واضح. اما انت الطبيعي تعيش بصحه وتموت بصحه. يقول لك اصل وراثه، اضحكوا عليكم يا باشا، مفيش حاجه اسمها وراثه. اصل جينات، اكبر غلط. انت تراكمات طول حياتك قاعد تشرب غلط وبتاكل غلط وبتنام غلط وبتفكر غلط، فلازم يجي مرض. ضحك علينا يا باشا. والادويه بتدمر جسمك، والله المستعان. احنا اتضحك علينا يا حبايبي، وتبرعوا لمستشفى مش عارف ايه. تبرع ليه؟ ما نشوف السبب الناس بتمرض ليه. الوقايه خير من العلاج يا حبايبي يا حلوين، مش كده ولا ايه يعني؟ انا عارف كلامي هيزعل ناس مني كتير، بس نيتي خير وهدفي خير. الالمان كرموني، الالمان اللي هم مش مسلمين بيدعموني وبيكرموني. شفتوا بقى الهنا اللي انا فيه؟ واحنا مش عارف عايزين ناس تتعب. ما انا لو صحتي حلوه هشتغل وانتج، ومزاجي هيبقى حلو وهفيد البلد. فهدفك مش بلدك بتعمل لك ايه، انت بتعمل لبلدك ايه. احنا مستنيين البلد تعمل، انت تعمل يا باشا. اعمل انت يا حبيبي، اعمل لنفسك حتى قبل ما تعمل لبلدك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان نلحق بقى الفطار. السلام عليكم.